قبل ما نبدأ في الجزء الجديد من القصة أنصحك تتفرج على الأجزاء اللي فاتت واللي هتظهر في القائمة اللي في الآي اللي فوق، وأحب أشكر كل الناس اللي بتدعمني بجد. ودي قائمة بالكومنتات اللي سبتوها لي في الجزء اللي فات، وشكرا جدا ليك. أحب أعرفكم إني عملت جروب للتليجرام عشان نتواصل مع بعض، وهنضغط على كلمة المزيد اللي موجودة في الصفحة الرئيسية فوق، وهتلاقوا بعدها رابط الدعوة الخاص بمجموعة التليجرام، وأتمنى إن انتوا تنضموا كلكم للمجموعة ديت. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. بيبدأ بينا المشهد في غرفة اجتماعات كلية فينج هو في إشعار وصل من لجنة التعليم، وعشان كده هقراه لكم بصوت عالي. قررت لجنة التعليم أن تتلقى كلية فينج هو موارد منخفضة وتتم إزالة جميع مرتبات الشرف لمدة 3 سنوات. أما بالنسبة لطالب مرتكب الغش لي دايو فسيتم طرده فورا ويمنع من المشاركة في امتحانات القبول بالجامعات لمدة 5 سنوات. أو يكون الشخص دوت هو كينج يانج مدير كلية فينج هو مستواه 49 وهو كمان مستيقظ من الدرجة الثانية، وهيتم فصل جميع المعلمين اللي شاركوا بشكل مباشر في الموضوع دوت، أو مش هيتم إعادة تعيينهم أبدا. ووينج تيان فينج المتسبب الرئيسي في المسألة ديت هيتم التحقيق معاه بالفعل من لجنة مراقبة الانضباط، أو بيحس أساتذة الكلية إن دي هتبقى كارثة عليهم، وده لأن كل الطلبة المتفوقين عندهم تم طردهم بالفعل. أو بالشكل ده الامتحانات السنة الجاية هتكون نتيجتها صعبة جدا، أو بسبب دوت الطلاب ابتدوا يحولوا من الجامعة بتاعتهم. لازم نستعد للأوقات الصعبة اللي هتيجي علينا، وده لأن الكلية بتاعتنا هتاخد من 7 ل 8 سنوات على الأقل عشان نقدر نتعافى من الضربة ديت. بينفتح الباب عليهم مرة واحدة وبيقول لهم أنا آسف إن أنا قطعتكم، لكن في موضوع خطير جدا. الطالب اللي اسمه لو هنا بالفعل الظاهر إن الموضوع هيسخن يا شباب، والأساتذة كلهم بيكونوا مصدومين جدا، وده لأن لو جه لغاية عندهم أصلا، والأساتذة بيطلبوا من المدير بتاعهم الإذن عشان يقدروا يتعاملوا مع لاو، وده لأن هم مش عارفين هو جاي ليه هنا أصلا. أو بينتقل بينا المشهد بعدها لاو ويكونوا الطلاب مستغربين جدا هو لاو بيعمل إيه هنا بالظبط في الكلية بتاعتهم. أنا كينج يانج مدير كلية فانج هو، أظن إن أنت لاو. يا ترى إيه اللي جابك النهارده الكلية بتاعتنا؟ جاي عشان تسخر مننا ولا أنا جيت هنا عشان أبتدي منافسة حقيقية معاكم. أو بيتصدم الكل جدا من لاو لأن هو أصلا عايز ياخد التحدي بتاع البعد السري بتاعهم. أو بنفهم إن منافسة العالم السري بتتعلق بحقوق الملكية الخاصة بالعالم السري نفسه. على سبيل المثال إذا أخذت في الاعتبار جميع العوالم السرية التي تمتلكها المدرسة فستعود إليها جميع حقوق الملكية، ولكن بالنسبة للغرباء فإن إكمال العالم السري دون إذن المدرسة لن يؤدي إلى الحصول على أي مكافآت إلا إذا تم كسر أفضل سجل في العالم السري، أو بالشكل ده يقدر يحصل على حقوق الملكية، أو بالشكل ده يكون يقدر يستولي على العالم السري. والموضوع ده بيبقى اسمه منافسة العالم السري. أنت فاكر إن مجرد واحد زيك في المستوى ال 17 يقدر يقاتل الوحوش اللي موجودة من المستوى العاشر للمستوى ال20 في العالم السري بتاعنا؟ لو كنت عارف مقامك الأحسن ليك إنك تمشي من هنا فورا. شكلكم كده خايفين مني. طب إيه رأيكم لو نعمل رهان مع بعض؟ أو يقرر مدير المدرسة إن هو فعلا يسمع للو ويشوف الرهان بتاعه، أو بيديله لو القائمة بتاعته وبيقول له دي فيها 20 مادة مختلفة، ولو قدرت استولي على العالم السري بتاعك النهارده لازم تديني على الأقل 5 مواد من الموجودين في القائمة ديت. بيكون المدير مستغرب جدا من المواد ديت لأن هي كلها مواد قيمة، أو بيظن إن لو كمان حرفي ماهر جدا. طيب أنت لو فشلت يا لو إيه اللي هيحصل بعدها؟ أنا لو خسرت هوافق على أي شرط أنت عايزه يا عم الحاج. أو بيوافق المدير فعلا على الرهان بتاع لاو. أو نشوف إن إحنا دلوقتي عند مدخل العالم السري في كلية فينج هوا، وطالما إنك كملت أي واحد فيهم في خلال 3 محاولات بالإضافة لتحطيم الرقم القياسي هتكون أنت الكسبان. أو بيكون العالم السري الأول هو منجم الموتى، أو بيكون مكون من موضوعين اللي هو العادي والسهل. والوضع السهل من المستوى الأول للمستوى العاشر، وبيكون موصى بيه من المستوى الثامن. أما الوضع العادي بيكون من المستوى العاشر للمستوى ال20، والمستوى الموصى بيه هو 16. أو بيكون أسرع وقت في الوقت الحالي هو ساعتين 43 دقيقة 21 ثانية. أو بيكون حامل الرقم القياسي هو لو يونغ، وحقوق الملكية بتتابع لكلية فينج هوا. أما العالم السري الثاني بيكون كهوف النخيب، أو بيكون الوضع السهل بتاعه من المستوى الأول للمستوى العاشر، وبرضه موصى بيه من المستوى الثامن. أما الوضع العادي بيكون من المستوى العاشر للمستوى ال20، والمستوى الموصى بيه هو 17. وأسرع وقت حاليا هو ساعتين و58 دقيقة و56 ثانية. وحامل الرقم القياسي هو لي بيبي، وحقوق الملكية هي كلية فينج هوا. أما العالم السري الثالث بيكون قلعة ناب الظل، أو بيكون الوضع السهل والوضع العادي زي العوالم اللي قبل كده. أو بيكون أسرع وقت في الوقت الحالي هو 3 ساعات 21 دقيقة و44 ثانية. أما العالم الرابع بيكون أعماق بلاكفيسوم، يكون الوضع السهل من المستوى الأول للمستوى العاشر، والمستوى الموصى بيه هو المستوى العاشر. أما الوضع العادي المستوى بتاعه بيكون من المستوى العاشر للمستوى ال20، وبيكون موصى بيه من المستوى ال20. وأسرع وقت في الوقت الحالي هو بيكون 4 ساعات ودقيقتين و19 ثانية. أما حامل الرقم القياسي بيكون لو يونغ، وحقوق الملكية بتكون كلية فينج هوا. تتوقع لو هيتحدى أنهي عالم بالظبط؟ أعتقد إن هو هيختار العالم الأسهل ما بينهم كلهم، واللي بيكون مناجم الموتى، وده لأن مستوى الصعوبة الموجودة فيه أقل من مستوى بدرجة. بس حتى لو اختاره
وما اعتقدش انه يقدر يكسر الرقم القياسي في الزمن بتاعه ابدا. هو بيتصدم المعلمين كلهم لان لو بيختار اصعب حاجه ولا بتكون اعماق بلكفسهم، او بيقولوا عليه مجنون ان هو اختار اصعب حاجه فعلا. او بيقول المدير بعدها لاو انا مش عايز اسمع اي شكوى ان الكليه بتاعتنا استغلتك، وده لان التضاريس العميقه اللي موجوده في بلاك فيسون معقده جدا، وده لانك لو كنت بتفكر انك تحطم الرقم القياسي ده هيكون مستحيل اصلا بمستواك دلوقتي. ما تقلقش يا عم الحاج انا واثق جدا ان انا هنجح. او بيقرر المدير بعدها ان هو يرسل اعلان لكل الطلاب والفصول، وده عشان يشغلوا الشاشات بتاعتهم عشان هو هيعمل بس حي لو هو بيتحدى العالم السري. او بيفرح كل الاساتذه ان هم بيفهموا نيه المدير وانه بيعمل كل دوت عشان يرفع الروح المعنويه الخاصه بالطلاب بتوعه. او بيخش لو فعلا الاعماق بلاكفيسهم في العالم السري. او بيكون لو متحمس جدا بسبب اعماق بلاكفيسهم والعالم السري اللي هو اختاره، وده لانه عارف كل حاجه عن اعماق بلاكفيسهم بسبب ذكرياته من العالم اللي كان عايش فيه قبل كده. او بنفهم ان اعماق بلاكفيسهم موجوده في متاهه تحت الميه وان التضاريس بتاعتها معقده جدا. او بنشوف بعدها مجموعه من الوحوش وبيكونوا صيادين العمى، او بيكونوا في المستوى ال 16. او بيبتدوا بعدها ان هم يهجموا على لاو، لكن لاو بيكون مستعد ليهم جدا. هو بيدي اول واحد فيهم ضربه بتحوله حرفيا. بيقدر لاو بكل احترافيه ان هو يتصدى لهجوم كل الوحوش مره واحده، وكمان بيخليهم يطلقوا ضرر بسبب الهجوم دوت، وده لانه بيكون عارف الانماط بتاعتهم. او بيستغل لاو الفرصه بعدها وبيجري بسرعه عاليه جدا. او بيخلص على اول وحش وبيضربه في مقتل. بيكون الطلاب مصدومين جدا بسبب براعه لاو الشديده، وده لان هم لو مكانهم مش هيقدروا يعملوا اللي هو بيعمله دوت. او بيجري لاو بسرعه عشان يقدر يخلص العالم السري ده في وقت قياسي. او بنشوف ان في مجموعه من الاسماك المتوحشه ابتدت تحس بيه وبتتجمع. الجزء ده هيكون صعب جدا عليا، وده لأن لو لمست واحده من الحاجات اللي موجوده في المايه ديت هتكون ورطه كبيره جدا، بس كويس ان انا راح العب عندي فئه المتشردين، وعشان كده الجزء دوت لازم يكون سهل جدا بالنسبه لي. او بيستخدم له بعدها قفزه المهارات الشامله، ودي بتكون مهاره مميزه جدا. او بيستغل له المهاره ديت عشان يقدر يعدي الناحيه الثانيه من غير ما يعوم في المايه ولا حتى الاسماك دي تقدر تاذيه. يعني بيبقى عامل كده زي العجل ببطنهم معدى البحر ولا تبلك. يا ترى ايه هي خلفيه لاو؟ او ده لانه باستخدام مهاره عاديه زي القفز قدر انه يتخطى المرحله دي بمنتهى البساطه. او ده لان الاستاذ لاو يونغ لما وصل للنقطه ديت اتعذب كتير قوي من الاسماك المفترسه ديت. هو عدى وقت قد ايه؟ على حسب ما اتذكر ان الاستاذ لاو يونغ خد 25 دقيقه عشان يتجاوز النقطه ديت. عدى 12 دقيقه يا سياده المدير. ايه يا نهار اسود، خدها في 12 دقيقه بس؟ او بيكون المدير مصدوم جدا حرفيا. او بنشوف ان لاو قدر يوصل للوحش اللي بعدها. او بيكون دوت هو ملك الكركن برتان، والصحه بتاعته بتكون واصله ل 3000. او بيكون لاو سعيد جدا وبيحضر كمان للهجوم بتاعه، وده لان احصائيات الزعيم دوت اقل حتى من احصائيات الزعيم اللي كان قبل كده اللي هو الغبار المشع اللزج، وعشان كده مفيش داعي ان احنا نخاف اصلا. هو بيهجم لاو على الزعيم بعدها وفعلا بتبتدي صفحته انها تنقص. هو بيعرفنا لو ان الوحش ده مميز، ما دام ما هجمتش عليه ولا حتى قربت منه في مستوى ال 3 متر مش هيهاجمك. هو بيتعصب عليه الوحش في الوقت الحالي وبيقرر ان هو يهاجم لاو. هو بيكون الاساتذه كلهم شمتانين في لاو لانه وقع في الفخ بتاع الوحش، وده لان في السنوات اللي قبل كده المعلم لاو يونغ اكتشف نقطه ضعف المرحله ديت، وهو انه ينط في النار بشكل مباشر ويعدي من الاسماك البرانه الخاصه بسرعه قبل ما تتحول لحاله الهياج. او بالشكل ده يقدر يعدي للضفه الثانيه بسرعه من غير ما يقتل الزعيم، وان هي دي افضل طريقه في الوقت الحالي عشان يتجاوزوا المستوى دوت. لو تم قتل برتان في المرحله ديت سيؤدي دماغه لتحفيز هياج الاسماك البرانه، وحتى لو كان قادر ان هو يعدي من فوق المايه هيكون الموضوع صعب عليه جدا. خلينا نشوف هيعمل ايه عشان يقدر يتحدى المستوى ده. هو بيتقدم له بعدها بمنتهى السرعه ناحيه برتان. هو بيستخدم بعدها مهاره الانزلاق القاطع. هو بيطير برتان في الهواء باستخدام مهاره الركله الطائره. هو بسبب دوت بيقع برتان في الميه. هو بينط عليه له بعدها بمنتهى السرعه. أيها البشري الغبي، أن الماء هو عالمي، وطالما أنا تحت المية مش هتقدر تقتلني أبدا. خلينا نشوف الأول إذا كان عندك الجرأة أصلا إنك تنزل تحت المية ولا لأ. أو بيبدل الأول الأسلحة بتاعته للقفازات. أو بيبتدي إن هو يخترق ظهر برتان وينشر الدم بتاعه في كل حتة. أو بسبب الدم اللي في المية بتيجي أسماك البيرانا. أو بتهاجم الشخص المصاب بشكل مباشر واللي بيكون برتان. أو بنفهم إن الأسماك دي لما بتكون في حالة هجوم ما بتفرقش ما بين حليف وعدو. بيكون برتان بيتألم جدا بسبب الهجومات بتاعة الأسماك، وده لأن هم بيهجموا عليه بكميات كبيره جدا. او بيبتدي الاول ان هو يقطع من لحم برتان. ما تفكرش حتى يا برتان انك ممكن توصل للشط اصلا. ايها البشر اللعين، اذا كنت ساموت ساخذك معي الى الهلاك. او بيقرر برتان ان هو ينهي نفسه بالكامل وبيخبط راسه في الصخور اللي موجوده في الكهف. او بيبدل الاول اسلحه بعدها وبيستخدم رمح الخطاف عشان يقدر يتفادى اللي بيحصل دوت. او بيختفي جسم برتان بالكامل وبيقدر الاول ان هو يتخطى المرحله ديت. او بيجري الاول بعدها بمنتهى السرعه عشان ينتقل للمرحله اللي بعدها. بيقلق المدير جدا بسبب امكانيات
امكانياته ومواهبه الخاصه بلاو، وده لان حسه القتالي بيقدر يخليه يعدي من اي حاجه حرفيا. اتمنى ان الوحش التاني اللي هتقابله يا لاو يقدر ان هو يعطلك ويضيع شويه وقت على الاقل. وبيتصدم مدير المدرسه لان لاو بيختار المسارات الصحيحه من غير اي اخطاء، مع ان دي اول مره ليه. هو ازاي بيعرف المسارات الصحيحه من غير ما يكون جه هنا قبل كده؟ المعلم ليه يونج خد وقت طويل قوي عشان يعرف المسارات الصحيحه اصلا. بيقول لهم المدير ما تجدعوش نفسكم، انتوا عارفين كويس قوي ان العالم السري ده كان بتاعنا دايما وابدا، وان دي اول مره لاو، ولازم نعترف ان احنا مقارنه بيه عندنا عيوب كتير. الظاهر ان الايام الجايه في حياتي هتنتهي على ايد لاو. هو بيكون الطلاب متحمسين جدا بسبب اللي عمله لاو، وده لان قدر في خلال ساعتين انه يوصل لغرفه الزعيم النهائي، وطالما اجتاز الاختبار التمهيدي يمكنه استدعاء الزعيم النهائي باقاميل، ولو ما حصلش اي حاجه هيقدر يسجل رقم قياسي جديد. او بالشكل ده هيكون صعب على اي حد اصلا انه يكسر الرقم القياسي بتاعه. اخيرا وصلت للمستوى النهائي. على حسب ما افتكر فانا لو ولعت في الاربع مواقد اللي موجودين دول هتظهر 4 تعابين في المستوى ال 18، وبعد ما دمر التعابين الاربعه هتبتدي بعدها المعركه مع الزعيم النهائي. او بيغير لو بعدها السلاح بتاعه العصا الساحر، او بيستدعي بعدها تعويذه النار، او بيقرر ان هو يهاجم من المدى البعيد. او بتبتدي الاربع مواقد ان هم يولعوا في نفس الوقت. او بيكون الطلاب مصدومين جدا من اللي عمله لاو، وده لانه ولع الاربع مواقد في نفس الوقت، وده معناه ان هو هيواجه 16 وحش من المستوى ال 18 دفعه واحده، لدرجه ان في واحده من الطلاب بتقول ان هو فعلا لو قدر ينجح انا هنتقل من المدرسه دي بكره. انا مذهول من كميه الثقه اللي عند لاو اللي يقدر بيها ان هو فعلا يعمل دوت. خلينا من غير اي استنتاجات نشوف دلوقتي هو يقدر يعمل ايه. او بيكون مدير المدرسه محتار جدا بسبب لاو، ومش عارف اللي لاو بيعمله ده تهور ولا هو اصلا عبقري جدا بسبب مستواه العالي. او بتظهر وحوش من ثعبان المستنقع الاسود من المستوى ال 18، او بيستخدم لاو بسرعه مهاره التاكل العابر، او بيتعلم من مقاومه الحالات الغير الطبيعيه ومقاومه السحر للاهداف القريبه لمده 30 ثانيه. او بتاثر المهاره على كل التعابين حرفيا، او بتهاجم كل التعابين على لاو بسرعه، لكن لاو بيكون اسرع منهم وبيقدر يتفاداهم. او بيستخدم عليهم بعدها قنابل الوقود اللي موجوده معاه، واللي السوائل بتاعتها بتغطي كل التعابين حرفيا. بس يا غبي ده لو اصلا بيعمل حاجه كبيره جدا. صحيح انا مش فاهمها بس شكله مش عادي. انا ما اعتقدش ان اللي هيعمله هيكون عادي ابدا. بصوا اصلا هو بيعمل ايه. هو بيبتدي لو بعدها ان هو يرتل تعويذه النيزك، ودي اللي بتكون خاصه بالساحر. او بيكون النيزك ضخم جدا وبيستهدف التعابين كلهم. او بيحصل انفجار ضخم جدا بسبب التصادم. الظاهر ان احنا استخفينا جدا بفئه الرحاله الخاصه بلاو. فعلا موهبه لاو استثنائيه جدا، وده لان حاسه القتال بتاعته مرعبه قوي. او بيتغير بعدها شكل الشعلة في المكان. من هذا الذي يجرؤ على ايقاظي؟ او بيكون دوت هو اركوميل في المستوى ال20، زعيم التعابين اللي بتوصل صحته ل 4800. بقالي سنين كتيره ما شفتك، عشان كده خلينا استمتع وانا بقتلك. او بيهجم زعيم التعابين بالسائل الحامض بتاعه، او بيكون في قمه غضبه من لاو، لكن لاو بتكون سرعته عاليه جدا وبيقدر يتفادى الهجوم دوت. او بيقطع لاو بسرعه راسه الجانبيه، وده لان الاركمال بيملك آلية اعاده احياء، وعشان لاو يوقف تفعيلها لازم يقطع الرؤوس الجانبيه الخاصه بزعيم الثعابين. او بيستغل زعيم التعابين الفرصه ديت وبيهجم بسرعه على لاو، لكن لاو بيكون اسرع منه وبيستخدم تبديل الاسلحه وبيستدعي الخنجر بتاعه. او بيستخدم مهاره النينجا الاساسيه الطعنه الخلفيه، او بيقطع لاو الراس الجانبيه الثانيه. او بالشكل ده بيكون نجح في اول مهمه ليه. او بيبدل لاو الاسلحه بعدها، او بيستدعي قفل الخطاف، او بيوجهه ناحيه الراس الرئيسيه. او بيبدل الاسلحه بتاعته للسيف الطويل، او بيستخدم المهاره السلبيه بتاعتها بكل قوتها. او بيقدر يقطع راس زعيم التعابين بكل قوته. جامد يا ابني والله. تم قتل الزعيم اكواميل بنجاح. تهانينا للاو الذي نجح في تحطيم الرقم القياسي الاعلى للتغلب على الهويه المظلمه الجديده باجمالي وقت ساعه و56 دقيقه و32 ثانيه. تم تحويل ملكيه الهويه المظلمه الى لاو. مبارك لك وصولك على المستوى ال 18. بيعرض لو نفذت الاحصائيات بتاعته. او بتكون القوه 38 والرشاقه 104 والروح 20، او بنيه الجسد 20. او بتكون موهبه الصحوه بتاعته تحول في المستوى الثاني. او بيكون تقييم القوه القتاليه وصل ل 13028. لقد حصلت على صندوق الموارد الاوليه، فهل تريد فتحه؟ او بيقرر لو فعلا انه يفتح الصندوق. مبروك حصولك على هيدرا الاسنان وقذيفه السلحفاء ثقيله ومثالب باطله. عظيم جدا. انا كده معايا كل الموارد اللي انا محتاجها، ما فاضليش بس غير خطوه واحده عشان اقدر اصنع السلاح اللي انا عايزه. ازاي يقدر يحطم الرقم القياسي ده؟ بس مش قادر يحطمه ده كمان، ما فيش اي حد فينا هيقدر يكسر الرقم دوت. او بيكون الطلاب كلهم مذهولين من اللي عمله لاو. مع الاسف العالم السري ده بقى بينتمي للاو دلوقتي. الظاهر ان الانجازات اللي احنا عملناها قبل كده خلتنا مش شايفين ان ممكن حد يكسرها، وده الثمن اللي احنا بندفعه دلوقتي. انا خدت ملكيه العالم السري، وده الوقت عشان تنفذ الرهان بتاعك. ايوه انا بعترف ان دي الهزيمه
القيمة بتاعتي، وأوعدك إن إحنا هنلتزم باللي اتفقنا عليه، وهتاخد كل اللي أنت عايزه في غضون أسبوع بالكامل. تمام، أنا كل اللي عايزه دلوقتي إن أخش العوالم السرية التانية بتاعتكم، فهل لسه عندك الجرأة إنك تراهن معايا؟ ما توافقش يا سيادة المدير، إحنا ما نقدرش نجازف بعد كده، وده لو إنه كسب الرهان الأكاديمية بتاعتنا هتخسر كل حاجة حرفيا. يا شوية أغبياء، هل لو أنا ما راهنتش معاه ده هيوقفه أصلا؟ وده لأن القواعد بتقول مفيش أي حد يقدر يرفض المعركة على العالم السري. أكيد هراهن معاك يا لاو، وده لو إنك قدرت إنك تتملك جميع العوالم السرية التلاتة اللي موجودة، هديك ضعف المواد اللي أنا وعدتك بيها أصلا. بس خد بالك يا لاو، لأن في شرط إضافي، وهو إن الكلية بتاعتنا فينج هوا يجب أن يتم دمجها مع كلية شينج تشينج. وبنشوف في المشهد اللي بعدها عناوين اليوم: اندمجت كلية فينج هوا مع كلية جينج تشينج، وبيكون الشخص دوت هو تشينج تشونج يو، مدير مدرسة تينج. النهارده يوم فظيع فعلا، وده لأن أكاديمية فينج هوا خسرت كل العوالم السرية بتاعتها، وعشان كده مدير الأكاديمية بتاعتهم قرر إن هو يندمج مع كلية تشينج تشينج، وده عشان خاطر كلية فينج هوا تقدر تكمل الطريق. الحق يا ريس، في مصيبة، الواد اللي اسمه لاو اللي بيعمل مصايب في كل حتة جه الأكاديمية بتاعتنا. أستاذ وينج، ما تديش الموضوع أكبر من حجمه، وده لأن الموضوع ده أصلا تافه. حضرة المدير، هل أصلا الأكاديمية بتاعتنا استعدت للموضوع دوت؟ أكيد طبعا أنا مستعد للاو، وده لأن اللي عمله في كلية فينج هوا خلاني أعترف إن هو عنده إمكانيات كتيرة جدا، وأكيد أنا مش هسمح له يستولي على العالم السري بتاعنا. وصحيح إحنا ما نقدرش نمنعه إن هو يعمل التحدي دوت، بس ده بيعتمد على حاجة واحدة بس، وهو إذا كان يقدر أصلا يوصل للقاعة السرية ولا لأ. وبينتقل بينا المشهد بعدها لو هو واقف على باب الأكاديمية. أنا اسمي زينج يوتشي، وأنا حاليا في المستوى ال 22، زائد إن أنا أستاذ كونغ فو محترف، وأنا جيت هنا اهوت عشان أتحداك يا لو في مبارزة. وبتكون هي دي خطة مدير الأكاديمية عشان يمنع لو إن هو يوصل أصلا للقاعة ويتحداهم. أنتوا فاكرين بقى إن أنتوا تقدروا تمنعوني بالشكل ده أنتوا بتحلموا. هو إيه اللي بيحصل دوت؟ هو عادي إن الأساتذة أصلا يتحدوا التلاميذ؟ أيوه، لأن الأستاذ دوت أصلا في المستوى ال 22، وطالما فرق المستوى بينهم ما زادش عن 20 مستوى وفقا للقواعد يقدر إن هو يجبره على المبارزة بالقوة. الطالب ده أكيد شكله عمل حاجة صعبة أوي عشان الأستاذ يتحداه بالمنظر دوت، وده بيكون الجمهور اللي حوالين الأكاديمية أصلا محتار هو ده بيحصل ليه. وبينتقل بينا المشهد بعدها لقاعة المؤتمرات في كلية تينجوا، وبيطلب مدير الأكاديمية من كل الأساتذة إن هم يراقبوا لو عشان يشوفوا نقطة الضعف بتاعته، وبيفعل الأستاذ زين يوتشي خطوات الرعد بتاعته. أنا هخليك يا لو تندم على اليوم اللي جيت فيه الأكاديمية هنا. وبيبتدي الأستاذ إنه يهجم على لو بمنتهى السرعة والقوة، ولو بيكون محترف جدا وبيقدر إن هو يتصدى للضربة دي بمنتهى السهولة. مش كده وبس، ده كمان بيقدر لو إن هو يتصدى للهجوم ويرده له. وبيدفع الأستاذ زين بشكل بعيد جدا، وبيتفاجئ الأستاذ إن أصلا لو طلع فوقيه، وبتكون سرعة لو مبالغ فيها جدا بالنسبة له ومش مفهومة، وبيسيبه لو بشدة باستخدام مهارة خطوات الناس، وبيسبب إصابات كبيرة جدا للأستاذ يوتشي. اديله يا لو ما ترحموش. وبالشكل ده بيكون لو مسح بيه الأرض حرفيا، وبيغمى على الأستاذ زين يوتشي بمنتهى السهولة. وبالشكل ده بيكون أول واحد راح في الوباء. وبنشوف إن الأستاذ اللي بعدها تشاولي جه عشان يتحدى لو برضه، وشكل اليوم ده مش هيخلص بنزال واحد أبدا. بصوا يا شباب، مين اللي موجود ده؟ لاو. وأخيرا هيكون في حاجة نستحق إن إحنا نشوفها. هو أنتوا فاكرين بالشكل دوت تقدروا تمنعوني إنك أتحدى العالم السري؟ خلينا نشوف الأول هتعمل إيه بعد ما نبرزك 10 مجولات ورا بعض. هنشوف بعدها لسه هيكون عندك الطاقة إنك تتحدى العالم السري أصلا ولا لأ. هو بيتحمس لو جدا من الكلام دوت. خلينا نشوف اللي هيحصل بعد ما هزمكوا. هو بيفعل لو بعدها تعويذة المد والجذب، واللي بتلقي موجة صدمة للروح على الهدف. هو بيخلي الهدف ده يخش في غيبوبة لمدة 4 ثواني، والمهارة بتخش بعدها في فترة تهدئة لمدة دقيقتين. هو بيتثبت الأستاذ تشاولي فعلا في مكانه وما بيقدرش يتحرك. هو بيغير لو بعدها السلاح بتاعه للرشاش، هو بيغربل الأستاذ من كتر الرصاص اللي بياخده حرفيا. هو بينتقل بينا المشهد بعدها للقاعة اللي فيها الأساتذة، هو بيكونوا مذهولين جدا من اللي بيعملوا لاو، وإنه ازاي قدر يهزم تشاولي بمنتهى السهولة. اللي عليه الدور يجي وما تضيعوش وقت يحصل لكم. وكل الأساتذة بيتصدموا حرفيا من اللي بيقولوا لاو، او بيقرروا ان هم يقوموا كلهم ويروحوا لاو عشان ينزلوه. او بنشوف ان لاو واخد الناس اللي بتتحداه فحت وردم ومفيش اي حد واقف قصاده. او بيكون مدير الأكاديمية والمدرسين بينشطوا طاقتهم بكل عصبية. ودلوقتي بما انكم كلكم هنا، ايه رأيكم لو دلوقتي تيجوا تبرزوني واحد ورا التاني؟ هو فعلا بيهجم واحد من فئة الهاج على لاو، او بيكون مستواه 27، ولسه الراجل ما كملش الكلمة يا عيني ولقى شوية رصاص جايين في وشه. او بيكون مصدوم مش عارف يعمل ايه حرفيا. هو بيقع الراجل على الارض وهو ما عملش اي حاجة حرفيا في اي حاجة. اللي بعده بسرعة عشان ما تضيعوش وقتي. او بيبتدي بعدها 3 اساتذة من الاستفزاز لو ان هم يهاجموه. او بيكونوا في المستوى ال 32 وال 35 وال 38. او بيكون شكلهم جامد قوي، بس لو حرفيا بيمسح بيهم الارض لا بياكلوا ولا بيشربوا معاه. وبيكون مدير المدرسة في وضع محرج جدا، وده ان مفيش اي اساتذة تانيين مستواهم اقل من ال 38، وده معناه ان مفيش اي حد دلوقتي يقدر يواجه لاو. او بيقرر مدير المدرسة انه يفعل طاقته عشان يهاجم لاو بعدها. او بيتفاجئ مدير الأكاديمية ان هو اصلا متقيد، او بيحس ان في سيد كبير جدا بيحرس لاو، وعشان كده ما بيقدرش يتصرف في
الوقت الحالي. هو بيحس ان هو لو عمل اي حاجه هيموت وهو واقف حرفيا. هو بيرحب بعدها مدير الاكاديميه بلاو، وده لانه ما بيكونش عنده اي اختيارات تانية اصلا. معلش يا لاو، الاساتذه كانوا متحمسين ان هم يلعبوا معاك شويه، او متشكرين يا ابني ان انت مسحت بيهم الارض وتفضل العالم السري بتاعك. او بنشوف ان الجرايد كتبت ان قوه اكاديميه جينج تشينج وصلت للمراكز الثلاثه الاولى في البلد. او بينتقل بينا المشهد بعدها لقاعه مؤتمرات اكاديميه جينج تشينج. اعتقد ان الجميع حسوا بالتطور السريع اللي عدى بالاكاديميه في الايام اللي فاتت، والفضل بيرجع لاداء لاو والحاجات اللي عملها في نص الشهر اللي فات. وانا اتصلت بيكم النهارده عشان نناقش حاجه مهمه جدا، وهي رغبه الاكاديميه بتاعتنا جينج تشينج في منح لاو لقب المدير الفخري. وعشان كده مين موافق على القرار ده ومين بيرفضه فيكو؟ او بيوافق فعلا كل مديرين الاكاديميات على دوت؟ تمام قوي، بما ان احنا كلنا موافقين فاحنا هنعمل حفله لاو لما يرجع. يا ترى انت فين دلوقتي يا لاو بعد كل اللي انت عملته دوت؟ بينتقل بينا المشهد بعدها لقاره نهايه العالم في ساحل لانو. او بيكون مستوى الوحوش من ال 17 لل 26. او بيكون لاو قايم باحلى واجب مع الوحوش يمين وشمال، تهانينا للمضيف على وصوله بنجاح الى المستوى 20 وترقيه نظام التحول الى المستوى الثالث. الرقم الحالي الذي يمكن تحويله هو 4 من اصل 6. فتم ترقيه جميع المستويات السلبيه للمستوى الثالث، وده معناه ان لاو ليه ان هو يحول 6 مهارات لكن هو استخدم منهم 4 قبل كده. يعني يقدر في الوقت الحالي ان هو يحول مهارتين كمان. مسدس جاتالينج من المستوى الثالث عند الهجوم باي سلاح ناري، هناك احتماليه بنسبه 25% ل 30% لاطلاق من 10 ل 15 رصاصه جاتالينج على الهدف بمعدل اصابه من نسبه 100%. هينج جيانج من المستوى الثالث عند الهجوم هناك احتماليه من 10% ل 15% للتسبب في تاثير ضربه قاضيه جماعيه في المنطقه الحاليه على شكل مروحه في نطاق من 2 ل 4 امتار. لقد حصلت على ريكن جيشن من المستوى الثالث، والذي لديه احتمال 35% لاطلاق انقسام موجي مائل عند الهجوم. بعد التشغيل سيتحول الانقسام الموجي المائل الى طاقه سيف من 5 ل 7 لمهاجمات الاعداء، وسيتم مضاعفه الضرر بسمه القوه من 1.6 لغايه 1.8 ضعفا مكافاه الضرر، والجسم لا يقهر لمده من 3 لغايه 4 جزء من الثانيه. تم تاكيد طلب تبديل السلاح. من المستوى الثالث تم تقرير فتره تباطؤ التبديل لجميع الاسلحه بشكل دائم وبنسبه من 40% لغايه 50%. ضربه حاسمه من المستوى الثالث زياده معدل الضربات الحرجه الاساسيه بنسبه 22%. او بيكون له مبسوط بالتطورات اللي حصلت ليه، وده لان قوته زادت بشكل كبير جدا. او بيقرر له ان هو يصنع السلاح اللي عايزه، وده لان في الفتره اللي فاتت داهم اكتر من 20 اكاديميه وجمع كل المواد اللي هو محتاجها. او بيروح بينا المشهد بعدها المكان الحداد. هو انا ممكن اتعلم الحداده واصنع المعدات بتاعتي هنا؟ بص يا ابني، تكلفه رسوم التعلم هي 50 عمله ذهبيه، والرسوم اول تصنيع هي 100 عمله ذهبيه، ولو معكش فلوس احسن لك تمشي وما تضيعش وقتي. بس هو مش الحداده في الشكل الطبيعي بتاخد 20 عمله ذهبيه بس عشان اتعلمها؟ شكل السعر مش عاجبك رغم ان المهنه دي كويسه جدا. لو مش عاجبك الكلام تقدر ترجع للوحوش اللي انت بتقتلها، وده لان مهنه الحداده مهنه مميزه جدا. مع الاسف انا ما عنديش الفلوس عشان اتعلم الحداده دلوقتي، او بالشكل ده مش هقدر اصنع حتى الرسمه الفريده اللي معايا ديت، او ما اعرفش امتى اقدر اجمع المال عشان اتعلم الحداده عشان اصنع السلاح اللي معايا. او بيحس الحداد ان الرسومات اللي مع لاو دي مش بسيطه ابدا وانها مميزه جدا. استنى بس يا ابني، رايح على فين؟ او بيكون لاو مبسوط ان الحداد لقط الطعم. قول لي بس انت لقيت الرسومات دي فين؟ ارجوك وريها لي. طبعا انا ممكن اوريها لك، بس دي هتكون تكلفه التزوير وكمان التعليم. بص يا ابني، انا مش هاخد منك اي فلوس. روح للمكتبه اللي موجوده هناك ديت، هتلاقي رف الكتب الدراسيه اللي انت عايزها. تهانينا، لقد تعلمت مهنه الحداد الاساسيه بنجاح. اقل جوده يمكنك صياغتها حاليا هي الممتازه ذات اللون الاخضر، وللتقدم الى المستوى المتوسط من التزوير لا تزال بحاجه الى 10,000 نقطه من الخبره التزوير، لذا يرجى العمل بجد اكبر. او بيحس الحداد ان الرسومات اللي في ايديه اللي اداها له لاو دي شخص عبقري اللي عملها، ورغم انه حداد بقاله فوق ال 30 سنه اللي مش فاهمها بالكامل. طيب يا سيدي، بما انك بقى مش فاهم الرسم دوت، فانا هروح مكان تاني لحد يقدره. لا 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 والنبي، ابوس ايدك سيبني اصنع لك السلاح دوت. اما بقى بالنسبه لرسوم التصنيع والمعدات وحتى الادوات المساعده، انا هديها لك كلها بشكل مجاني. هو صحيح انا مش فاهمه بالكامل، لكن مع ذلك انا قادر افهم المبدأ الاساسي بتاعه. ايوه بس انا معيش غير نسخه واحده بس من المواد الرئيسيه بتاعته، وده معناه ان انت لو فشلت هضطر اجمع المواد دي كلها من جديد. وبعدين انا عندي 4 رسومات متجزأه هنا، ايه رايك لو انت تعملهم بالمجان وبالشكل ده هتوريني قوتك وخبرتك؟ او بيمر ساعتين بعد كده، ايه رايك لو تبص دلوقتي يا لو على المواد اللي انا عملتها لك؟ او ده لاني بذلت جهد كبير جدا في تصنيعهم. او بيكون له مبسوط من الادوات اللي صنعها الحداد. قفازات مكتب الزئ، الجوده ممتازه، النوع درع جلدي، او بتديله 40 نقطه في الدرع و6 نقاط في خفه الحركه و5 في القوه و6 في الروح. او بيكون مستوى العنصر 25 والمستوى المطلوب عشان تقدر تتجهز بيه هو 16. اما الفئه المطلوبه مش بتفرق مع لو لانه اصلا فيها رحاله.
يعني يقدر يتجهز بأي أدوات هو عايزها. تطرية ذات مقياس فضي، الجودة ممتازة. السمات الأساسية 100 نقطة في الدرع، 14 في القوة و6 كمان في قوة التحمل. مستوى العنصر 25، أما بقى المستوى المطلوب هو 18. مادة حقيبة الإخوة، الجودة ممتازة. النوع درع جلدي، 20 نقطة في الدرع و6 في خفة الحركة و3 في القوة. مستوى العنصر 25، والمستوى المطلوب عشان تتجهز بيه هو 16. درع ترول سلاير، الجودة ممتازة. النوع درع جلدي برضه، 60 نقطة في نقاط الدرع، 9 في خفة الحركة و5 في القوة و4 في الروح. ومستوى العنصر 25، أما المستوى المطلوب للتجهيز هو 16. لقد ارتديت قفازات مخلب الذئب بنجاح. لقد ارتديت الصدرية ذات المقياس الفضي بنجاح. لقد ارتديت مادة حقيبة الإخوة بنجاح. لقد ارتديت درع ترول سلاير بنجاح. وبيكون له مبهور جدا بمهارات الحداد، وده لأنه قادر يحول الرسومات المتوسطة المستوى 15 لغاية المستوى 25 بجودة ممتازة، أو إن مش أي حداد يقدر يعمل كده أصلا. أو بيعرض له بعدها نافذة الحالة بتاعته، أو بيكون وصل بعدها للمستوى 20. أو بتكون القوة 44 والرشاقة 104 والروح 26. أو بنية الجسم 20 وقيمة الدرع 240. أو موهبة الصحوة بتاعته اللي هي التحول وصلت لليفل 3. أو بيكون تقييم القوة بتاعته وصل ل 16002. أو بيكون له مبسوط بالتطورات اللي حصلت له، وده لأن قدراته القتالية زادت ب 3000 نقطة مرة واحدة. أو بيهني لو الحداد بعدها وبيقول له كويس أنت كده عديت من الاختبار وأثبتت لي كفاءتك. أو بيقول له بعدها للحداد جينج أنا جمعت لك كل المواد اللي أنت هتحتاجها، وعشان كده أنت تقدر تساعدني إنك تصنع لي السلاح اللي أنا عايزه. أو بيدخل بعدها المحل تيان من مدرسة لانفين، وهو طالب في السنة التانية. أو مستوى 28. أو بتكون الفئة بتاعته هي روح السيف. أو بيكون تيان عارف إن الحداد جينج مش بيعمل أدوات لأي حد، وده لأن مهاراته فائقة أصلا، أو إن في ناس كتيرة جدا بتترجاه عشان يعمل لهم الأدوات بتاعتهم، وإن هو استنزف كل الاتصالات بتاعته عشان الحداد يرضى يعمل له الأدوات بتاعته. أو بيسمع تيان صوت بعدها من الغرفة اللي جوه أنا عايز أفهم بس أنت إزاي عديت من الامتحان اللي بيخليك حداد كبير المستوى؟ أكيد أنت دفعت رشوة عشان تعدي صح؟ أو بيكون تيان مستغرب جدا من اللي بيسمعه، وده لأن لو بيقول للحداد جينج أنت مش قادر تفرق حتى ما بين تزوير الإطارات وتزوير الحد. أو بيعتذر له جينج وبيقول له دي أول مرة أسمع الكلمتين دول أصلا. أو بيبتدي لو بعدها إنه يدي الملاحظات بتاعته للحداد. أو الحداد بيكون محرج جدا إن في تفاصيل كتير جدا هو ما يعرفهاش. أو بيكون تيان مصدوم جدا، وده إن في شاب قدامه قاعد يوبخ الحداد بتاعه لدرجة إن هو بيحس وقع في وهم يا عيني. أو بيتدخل تيان في النص بيحاول إن هو يلطف الجو. أو بيتفاجئ لو بالشخص اللي موجود قدامه. أو بيكون باين عليه إن هو مبسوط جدا كأنه لقى كنز قدامه. أو بيحس تيان إن في حاجة غلط بسبب نظرة لاو ليه. ما كنتش متوقع إن أقابل زميلي السابق تيان هنا. أو بيشرح لنا لاو إن تيان صديقه السابق كان سيد روح، وكان ترتيبه في الفئة دي هو رقم 1. أو مستواه في لعبة القمة وصل لل 98، وإن مهاراته كانت عالية جدا. أو إن هو كان مشهور في جميع أنحاء العالم بمهارات السيف بتاعته، وإن هو كان واحد من أفضل أصدقائه. أيوة يا تيان أنا عارف إنك حيلت عليا عشان أعمل لك الأسلحة بتاعتك، بس صدقني يا ابني ده مش وقته خالص لأن أنا مشغول جدا النهاردة. أو بيتدخل له في الكلام وبيقول أنا لسه ما نهيتش الاختبارات بتاعتي، وعشان كده أنا عايزك تعمل له الأسلحة بتاعته، وهنستخدم الأسلحة بتاعته دي كنوع من أنواع الاختبارات. أو بيكون له قصد يعمل كده عشان يساعد تيان. أو بيحس الحداد إن بيتم استغلاله بالكامل من قبل لاو، بس هو في الحقيقة ما عندوش أي اختيارات أصلا. أو بيوافق الحداد فعلا على طلبات لاو، أو ده لأنه عايز يشارك في تصنيع السلاح الأسطوري بتاعه، زائد إن مهارات لاو في التصنيع مفيش حد يقدر يوصل لها. أو الحداد جينج عايز يستفاد من الخبرة ديت. أو يبتدي الحداد فعلا إنه يشتغل على الأدوات الخاصة بتيان. أو بيكون تيان مبسوط جدا بسبب الأدوات اللي عملها له جينج، وده لأن السلاح ده متطور في المستوى ال 24. أو بيقول له جينج ما أعتقدش إن في أي حد أصلا في القارة في الوقت الحالي يقدر يتفوق على مهارات التصنيع بتاعتي. أو بيجرب تيان السيف بتاعه الجديد. أو بيكون مبسوط جدا بسبب إمكانياته العالية. أو بيكون تيان محتار هو لو ليه ساعده أصلا، وده لأن مفيش حاجة في العالم ده من غير مقابل. أو بيوافق لو بعدها إنه يخلي جينج يعمل له السلاح الأسطوري بتاعه. أو بيكون جينج مبسوط جدا. أو بينتقل بينا المشهد بعدها لوقت متأخر في الليل. أو بتكون اكتملت مظلة الألف شفرة في المرحلة الأولى. أو بيكون السلاح بتاع لاو شكله رهيب جدا. أو بيكون الحداد مذهول جدا بسبب الإشعاع اللي خارج من السلاح، وده لأن السلاح لسه في مرحلته الأولى. أو بيكون السلاح شكله رهيب حرفيا. مظلة الألف شفرة في المرحلة الأولى، الجودة فريدة، فئة السلاح تستخدم بيد واحدة، الضرر الأساسي 150، وسرعة الهجوم 1.8، القوة بلس 8 والروح بلس 8، وكمان خفة الحركة والدستور 8، والمتانة بتاعتها لا تبالي أبدا. أو مستوى العنصر مجهول. وتأثير المعدات من 1 ل4 أنواع يمكن تبديلها بسلاسة. والنماذج بتاعتها ياسين بيد واحدة وبندقية جدالين، أو كمان رمح الحرب والموظفين بتوع الساحر. أو في لسه تأثيرين للمعدات لسه ما اتفعلوش. أو بيكون له مبسوط جدا من السلاح، وده لأن الضرر الأساسي أعلى من حياته بسبب نسبة
25%. ما فيش حد يتوقع ان الطالب من المستوى ال20 عنده سلاح ضرره الاساسي 150. بيقرر لو ان هو يغير شكل السلاح لشكل البندقية، بيتحول السلاح فعلا وبيكون شكله روعة، بتكون حاجة اسطورية قوي. بيكون جينج وتيام مصدومين جدا من قدرات السلاح، لدرجة ان الحداد جينج مش مصدق نفسه انه شارك في تصنيع السلاح دوت. اما تيام بيكون مصدوم جدا لان اول مرة يشوف سلاح من الفضي الاسطوري، زائد ان السلاح ممكن يغير شكله بحرية. بيغير لو السلاح تاني لشكل الرمح بعدها. بيتحول السلاح فعلا وبيكون شكله فوق الاسطوري. تهانينا، لقد نجحت في ربط روحك بالسلاح. تقضي من الرتبة اس. يتدفق الضوء الى الاف المظلات البيضاء. لن يتم اسقاط السلاح المرتبط بالروح عند الموت، ولن يتمكن الاخرون من استخدامه ايضا. السلاح حاليا ليس باقوى حالاته. سيتم تخفيض جميع السمات بنسبة 50% مؤقتا. لشحن السلاح ستحتاج الى نقع في دماء لمخلوق من رتبة الزعيم اعلى من المستوى ال25، وسيتم فتح جميع القدرات بعد ذلك. وبينتقل بينا المشهد بعد الاراضي الرطبة ذات الرتبة المتوسطة في العالم السري للمستوى 26. وبيكون المكان دوت شكله اللي هيدخله لاو. بنشوف ان لو حضر في المكان قبل الزنزانة ما تفتح ب10 دقايق. بيقرر لو انه يعمل الاستعدادات بتاعته كاملة قبل ما يدخل. بيقرر لو ان هو يحول مهارة المجال الفراغ لمهارة سلبية. المهارة مجال الفراغ يطلق كرة فارغة سوداء تجاه الاعداء في المقدمة، مسببا نقطة من العنصر المظلم الى الاعداء بفصل زمني للهجوم قدره نص ثانية، ووقت الالقاء 3 ثواني و15 ثانية من فترة الهدوء الخاصة بالمهارة. يمتلك مجال الفراغ قوة هجومية واختراق العاليتين، ولكن سرعة طيران بطيئة. تهانينا للمضيف على نجاحه في تحويل مهارة الفراغ. مجال الفراغ السلبي عند القاء اي تعويذة سحرية هناك فرصة بنسبة 15% لاطلاق كرة فارغة سوداء اتجاه الاعداء في المقدمة، مما يؤدي الى ظهور نقطة من العناصر المظلم للاعداء بفصل هجومي قدره 3/10 من الثانية. بيشرح لنا لو بعدها انه لو استخدم تعويذة سحرية بسيطة يقدر من خلالها ينشط المهارة السلبية، بالشكل ده يقدر يلغي تماما فترة التهدئة اللي هي 15 ثانية، وده لان التعويذة البسيطة دي ممكن ينشطها من مرتين ل3 مرات. بالشكل ده كمية الضرر اللي هتكون موجودة عظيمة جدا. بالشكل ده بيكون حسن مهارة مجال الفراغ بشكل كبير. بيقرر لو بعدها ان هو يحول مهارة تانية. المهارة علامة الانبهار، والسمة بتاعتها بتكون عنصر الظلام. عندما تتمكن من الهجوم على العدو وضربه بمهارة عصا رقص في غضون 30 ثانية، فسوف تولد علامة انبهار وستستمر علامة الانبهار لمدة 30 ثانية. عندما تستخدم علامة الانبهار لمهاجمة أحد الأعداء، يمكنك زيادة معدل البدني الحرج الخاص بك، بالإضافة إلى التسبب في تلقي العدو 10% من الضرر الإضافي من التعويذة السحرية لعنصر الظلام. ويمكنك الحصول على 7 علامات انبهار عنصرية كحد أقصى. تهانينا للمضيف على نجاحه في تحويل علامة الانبهار مهارة العنصر المظلم. علامة الانبهار العنصر المظلم السلبي. عندما تتمكن من مهاجمة العدو بضربه بالرمح، فسوف تولد علامة انبهار وسوف تستمر العلامة لمدة دقيقتين. وعندما تستخدم علامة الانبهار لمهاجمة أحد الأعداء، يمكنك زيادة المعدل البدني الحرج الخاص بك، بالإضافة للتسبب في تلقي العدو 10% من الضرر الإضافي من التعويذة السحرية للعنصر المظلم. ويمكنك الحصول على 9 علامات انبهار عنصرية كحد أقصى. بنشوف إن المهارة بعد ما بقت مهارة سلبية بتتحول لمهارة جامدة جدا، بيكون له مبهور جدا بسبب المهارة الجديدة، وده لأن لغى الحد الزمني بالكامل، وإنه طالما هاجم اي حد بالرمح هتتفاعل بشكل كامل، بيكون له مذهول جدا، وده لانه لو قام بتحويل جميع علامات الانبهار العنصريه المختلفه لمهارات سلبيه ساعتها بمجرد ما يستخدم الرمح هيكون انشا 5 علامات مبهره بشكل كامل، وده معناه انه مجرد ما يلمس عدو العدو هيتشل حرفيا للابد. بيلاحظ لو ان في ناس بتتكلم عليه وعلى الفئه بتاعته وان هو مجرد طفل في المستوى ال20، شكله بيدور على فريق عشان يضموه. يا عم وطي صوتك، ممكن يبقى رحاله بس واحد من ذو الشأن، زي مثلا واحد من العائلات العظيمه. يا جماعه بصوا تيان هنا. بنشوف ان تيان مشهور جدا ما بين الفرق، وده لان سنه صغير وقدر يوصل للمستوى ال28، وان موهبته في السيف ما فيش زيها. وبالتالي تيان ان هو يتقدم ما بين الفرق. اتفضل يا سياده الخبير. لا يا تيان، من هنا وراح انت هتناديني لاو. بتكون الناس مصدومه جدا لان تيان نادى لاو بالخبير. اراضي الشفره الرطبه تقع في اعماق الغابه الشائكه شمال غرب منطقه نوفيس، انه مختلف عن العالم السري للكليه. لا يمكن الوصول لهذا النوع من المستوى السري السابق الا من خلال السفر عبر الخرائط الميدانيه والصعوبه اعلى. ايضا هناك عالم سري من المستوى ال40 متوسط المستوى الى جانب اراضي روزر الرطبه المعروفه باسم مرتفعات روزر. وفقا للاساطير يرتبط تكوين هذين العالمين السريان بنصف الاله القديم نيجيكمو، ونيجيكمو هو خنزير بري عملاق خالد مغلف بالكروم الشائكه. اثناء الحرب بين الالهه انضم نيجيكمو الى الفصيل الصالح وقتل فيلق الشر المشترك. المعركه بينه وبين زعيم الهويه مينوس عدت خلال قاره نهايه العالم بالكامل، على الرغم انه مات في اخر المعركه، بس دماغه تترشت في الغابه
الغابة، وبالشكل ده غزا عدد لا يحصى من الحيوانات والنبات وحتى المعادن. بسبب الدماء ديت اكتسبت مجموعة من القبائل الحكمة ببطء، وبقت مؤمنة بنجيكمو، وهم مستنيين نجيكمو عشان يتولد من جديد، وعشان كده فضلوا يحموا الغابة الشائكة لأجيال. بالشكل ده اتكونت العوالم السرية الحالية. بص يا لو في نهاية المسارين المنفصلين دول هنلاقي زعيم متوسطين لكل واحد منهم. خليك انت ورايا بس وقتل الوحوش من بعيد، وخلي بالك من سلامتك. ايه رايك يا تيانا؟ انا عندي منافسة احلى، كل واحد فينا هيمشي في طريق، واللي يقدر يخلص على الزعيم الاول ويرجع للمكان دوت يكون هو الكسبان. ايه رايك؟ انت متأكد يا لو انك عايز تنافسني وانت في المستوى ال20 بس؟ انا مستواي الحالي 28، يعني اعلى منك ب8 مستويات، زائد ان اغلبية الوحوش هنا ما بتقلش عن المستوى ال26، وبيتواجدوا كمان في مجموعات اقل حاجة 4 افراد. انت متأكد يا لو انك عايز تعمل كده؟ احنا هنبتدي نخاف ولا ايه يا تيان؟ شكلك ما عندكش جرأة انك تتنافس معايا. ماشي يا لو، بس انت لو مت ما تلومنيش بعد كده. بيقرر تيان ان هو يمشي في المسار اللي على ايده الشمال عشان هو ده اللي فيه وحوش اكتر. بالشكل ده لو مش هيواجه وحوش كتيرة. بتخض تيان لان لو مشي اصلا في الطريق دوت. بيقول له تيان هو ده الطريق اللي انا اخترته، بعد اذنك ما تمشيش فيه. لكن لو بيكون جري عليه اصلا. بيكون تيان محتار جدا بسبب مهارات لاو. مش بيكون عارف هو بيعمل كده عشان لو شجاع جدا ولا عشان هو غبي. بنشوف ان تيان سلك طريقه بعدها وواجه 4 وحوش مره واحده. بيكون لو مبسوط انه يظهر بكل مهاراته بكل جديه. بيهجم عليهم لو بكل مهاره وقوه. بيقدر انه يسيب ال4 وحوش مره واحده، والواد شغال يمين وشمال فيهم مش عاتيهم. ضرب بالسيف ماشي، ضرب بالرجل ماشي، اديهم يا ابني مين قدك. بيستخدم تيان مهاراته بكل احترافيه لدرجه انه بيشكل على الوحوش كلها. بالشكل ده تيان بيكون قضى على الوحوش بشكل كامل، وان هو خد 10 دقايق بس عشان يقضي عليهم. بيسأل نفسه يا ترى لو قدر يواجه سرعته ولا لا. وبنروح في الوقت الحالي لو اللي هو بيكون دلوقتي في النقطه الثالثه هو كمان، وده معناه ان سرعته مش اقل من سرعه تيان. بنلاقي ان في جماهير غفيره من الوحوش بتجري ورا لاو. مش ديكا اللي مبسوط انه غلب 4 وحوش. بيكون كل دوت من ضمن خطه لاو طبعا. جه الوقت عشان تشوفوا امكانيات سلاح الجديد. بيبدل لو بعدها السلاح لشكل البندقيه. عظمه على عظمه يا ابني. بنشوف ان السلاح ده فرتك كل الوحوش حرفيا، وانه ما سابش وحش واحد حتى من غير ما يضربه بالنار. بنشوف ان المشهد بقى صمت قاتل جدا في المكان. الله عليك يا عم لاو، الوحوش كلها اتكسحت. بيكون لو معجب جدا بالسلاح الاسطوري اللي هو صنعه. بينتقل بينا المشهد بعدها لتيان اللي بيكون بيهزم الوحوش في طريقه. تيان كمان بيكون قوي جدا وبيقدر يقضي على الوحوش بشكل سريع. بيكون خلص على الوحش اللي قدامه بضربه سيف واحده. انا مبسوط اني عملت سجل جديد في 27 دقيقه بس. اراهن ان لو لسه ما خلصش حتى على الوحوش الصغيره اللي موجوده حواليه. بيبان ان تيان قلقان جدا على لاو، وده لان لو لسه في المستوى ال20. بنشوف ان تيان ابتدى يرجع لمكانه، لكن بيلاقي حد في انتظاره طبعا. بيكون مصدوم لان لو قدر يرجع قبل منه. بيكون لو مبسوط من صدمه تيان. ما تقلقش يا لاو، الجري نص الجدعنه في مستواك الحالي، وما فيش حاجه تخجل منها. خليك مكانك وانا هقضي على الوحوش اللي كانت في الطريق بتاعك. بيجري فعلا تيان في الطريق بتاع لاو. بيكون مصدوم جدا لان هو مش لاقي اي وحش اصلا. بيكون مصدوم جدا لان الوحوش مهزومه اصلا ومتكونه في كومه لوحدها، وده معناه ان تمت هزيمتهم مع بعض اصلا. كل ما يجري تيان في الطريق بيلاقي مجموعه من الوحوش المهزومه، وبتكون ديت هي المجموعه السابعه. انا هتجنن ازاي لو قدر يقضي على كل الوحوش دي بمستواه. حتى انا في المستوى ال20 ما اقدرش اعمل اللي هو بيعمله دوت. مش المفروض وحش الزعيم المتوسط يكون هنا؟ يعني حتى لو كان ميت يا ترى جثته فين؟ بيجاوب لو بيقول له بص فوق يا خفيف وانت تعرف. بيتصدم تيان جدا من اللي بيشوفه. بيلاقي جثه الوحش متعلقه فوقيه. بيقول له لو اقتنعت كده يا تيان ولا لسه؟ بيكون تيان في عالم تاني خالص، وده لانه مش مصدق ان لو صاحب المستوى ال20 دي لازم المستوى ده من الزعيم. ازاي واحد ليفل 20 يقدر يهزم ساحر في مستوى ال27 يا جدعان؟ لا وانت حصلت على احترامي بالكامل. انا بعترف انك قوي جدا، والنبي لو قول لي عملت كده ازاي. الموضوع مش صعب يا تيان، المهم انك تستخدم المهاره بتاعتك. بيبتدي لو بعدها انه يدي شويه ملاحظات لتيان عشان يستخدمها في المهارات بتاعته. بيكون لو قرر ان هو يحط خطه عشان يطور من تيان، وعشان يكون اسرع في انه يوصل للرقم 1 في روح السيف. وده لان تيان واحد من افضل اصدقائه اللي موجودين في حياته السابقه. بنشوف في المشهد اللي بعدها ان تيان ابتدى يهجم على مجموعه كبيره جدا من الوحوش. بيجي واحد من الوحوش ديت بيغفله وعايز يضربه من ظهره، لكن على مين وراك سندال يابا. ومره واحده رصاصه بتخترق دماغ الوحش دوت. وعندك لو بيكون قناص جامد في زمنه، ومفيش اي حاجه بتخرج براه. التوقيت بتاعك متاخر يا تيان ب2 من 10 من الثانيه. وتيان ما بيلحقش يرد عينه، بيهجم عليه مجموعه تانيه من الوحوش. وتيان بيكون قوي جدا وبيقطع الوحوش حرفيا، بس من جوه بيكون مصدوم من اللي بيعمله لاو. ولان تيان بيحس ان لو عارف كل العادات القتاليه بتاعته، زائد ان الحس بالطريق الخاص بلاو عالي جدا. وهو بمره واحده بيظهر وحش من ورا تيان. وتيان بيكون مش عارف يعمل ايه لان المهارات بتاعته دخلت في فتره التهدئه. بيهجم الوحش على تيان، وتيان بيطير في الهواء حرفيا، بس بيدافع عنه لو في الوقت المناسب. كويس ان لحقتك يا زو. قال لي يا تيان انت بتحاول تقتلني من الضحك صح؟ يا لو حرام عليك
عليك اللي انت بتعمله فيا. انت عايز نهزم الزعيم وكمان الاتباع بتاعته من غير ما اخد ساتش واحد؟ ليه يا عم؟ هو انا لو انت عارف يا تين ليه حتى ما قدرتش تتفادى الهجمات الاساسيه حتى باعتبارك محارب غالبا مستجال غرائزك الاضرار الطفيفه الناجمه من حولك، او بتخليك معتقد انك وجدت اللحظه المثاليه فبتلجأ بعدها للهجمات السريعه، او بالشكل ده ايقاع الهجوم بتاعك بيتم افساده بالكامل. وده لان التوقيت الحقيقي بيعتمد على الدقه ومش السرعه. في احيان معينه ممكن الضرب يديك الميزه، بس انت دقتك لازم تكون اعلى من كده بكتير. بمجرد ما تفهم الكلام ده يا تيان هتقدر تستخدم كل حاجه انا علمتها لك. بيفكر تيان بعدها في كل الحاجات اللي علمها له لاو ما بين التوقيت وايقاع الهجوم والضرب فيما بعد. بيكون له مبسوط جدا ان تيان قدر يستوعب الكلام ده فعلا. بيقول له هو ده تيان اللي انا اعرفه. بيقول له يا تيان انت عندك المهارات انك تكون رقم واحد في القاره بالكامل. بيصدم تيان من اللي بيقوله له حرفيا خليك معايا يا تيان وانا هخليك اعظم سياف في القاره كلها. انا موافق يا لو واثق فيك جدا. بيتحمس تيان جدا من المستقبل المشرق اللي مستنيه، بس اللي بيكون مستنيه في الوقت الحالي هم مجموعه كبيره جدا من الوحوش. بيتصدم تيان مع الوحش بكل قوته. بيكون تيان متحمس جدا للي هيحصل. بيقدر تيان بمهارته انه يصنع ثغره في هجوم الوحش. بسبب دوت بيطير الوحش لبعيد. بتستغل الوحوش التانيه الفرصه دي عشان تهجم على تيان. بيقدر تيان انه يحدد التوقيت المناسب ليه. بيقدر يراوغ هجوم الوحشين اللي جايين عليه بالكامل. انت بتعمل هنا عظمه يا ابني في الملخص ده والله. بيستغل تيان الفرصه وبيستخدم المهارات بتاعته وبيهجم على كل الوحوش مره واحده. الواد واخدهم شحط محط فوق وتحت. عاش يا ابني. بيكون تيان مبسوط جدا بسبب اسلوبه الجديد. هو صحيح محتاج تفكير في كل حركه قبل ما اعملها، بس الموضوع جميل جدا بالنسبه لي. بيكون له مبسوط بسبب تطور تيان. شكرا جدا ليك يا لو انك علمتني الاسلوب دوت. مفيش داعي للشكر يا تيان، انت بس لو فهمت نص التقنيات اللي انا علمتها لك مش هحس ان مجهودي وقع على الارض. بنشوف بعدها ان هم قدروا يوصلوا للزعيم واللي بيكون الشامان العظيم لقبيله بورمان. بيشرح له لو ان هو عنده مهارات زي التطهير والشفاء الفوري وكمان رمح المانع. بص يا تيان انت كل اللي هتعمله في الوقت الحالي ان انت هتقطع عليه كل المهارات الغير ضاره، اما بقى الاضرار اللي هتصيبه فدي هتيجي من ناحيتي انا. ما تحطش نفسك تحت الضغط لان الموضوع مش هياخد وقت طويل. بيبتدي هجوم لو بعدها على وحش الشمال. بتكون تعويذه ناريه قويه جدا. بيحول السلاح بتاعه لرمح المعركه. بينطلق على الوحش بكل قوته. بيكون لو مبسوط لان دم الوحش ده هيطور السلاح بتاعه بالكامل وهيفتح فيه كل الخصائص بتاعته. بيفهمنا لو ان الوحش ده قدره الشفاء عنده عاليه جدا وعشان كده ما يقدرش يعتمد على الهجمات بعيده المدى بس. بيهجم لو على الزعيم بكل قوته بالرمح. بيقدر يسدد له اكتر من طعنه في نفس الوقت. بسبب الطعنات دي بتظهر علامه انبهار الظل. ودي واحده من المهارات السلبيه الجديده الخاصه بلاو. بسبب ده بيزيد الضرر الحرج البدني الخاص بلاو كذا مره. يلا يا اسطوره ورينا هتعمل ايه. بيتعصب الشامان جدا على لاو. بيفعل مهاره الشفاء على نفسه. ده دورك يا تيان بسرعه يقطع المهاره بتاعته. فعلا بيتقدم تيان بكل سرعته وبيقطع المهاره. بتكون بناته في السيف زادت جدا. تيان بيكون مبسوط جدا انه يقدر يقطع مهاره الشفاء بتاعت الزعيم، بس الزعيم بيفاجئهم بيلقي مهاره فن الشفاء تاني. بيستعيد 1500 نقطه صحه كامله. تيان بيكون مصدوم وحاسس بالظلم، وده لان الزعيم يقدر يلقي المهاره دي بشكل مستمر من غير اي وقت تهدئه. بيقول له لو حافظ على تركيزك يلا سلك وما تضيعش الفرصه الجايه. بيهاجم لو الزعيم تاني بكل قوته بالرمح. بتكون اضرار لو بتزيد بشكل سريع. بيهاجم عليه تيان بعدها عشان يقطع فن الشفاء بتاعه. بيضربه تيان بمهاره ضربه الشبح واللي حرفيا بتقطع مهاره الشفاء بالكامل. بيكون تيان متضايق جدا لان الوحش بيستخدم مهاره الشفاء تاني فورا. مهاره ضربه الشبح بتكون دلوقتي في فتره تهدئه، اما تيان بيقرر انه يستخدم الحركه التانيه وده لان في الوقت الحالي ما عندوش اختيارات كتير. بتكون هي دي ضربه القلب المتدفق. بتكون ضربه سريعه جدا. بتشيل اي مخلوق لمده نص ثانيه بس بشرط يكون حجمه اكبر من حجم تيان، زائد انها بتقدر تقطع المهارات زي مهاره فن الشفاء. بيستخدم له بعدها تعويذ الظل اللي كان بيحضر لها. بتكون هي دي خطته بالكامل. وكل هجوم بيصيب الوحش بيكون اقوى من اللي قبليه بنسبه 10%، وده بسبب انبعاث العلامه المبهره اللي لو كان بيعملها بالرمح. بيقع الزعيم على الارض من كتر الضربات القويه جدا. بيقوم الوحش وبيكون متعصب جدا ومش عايز يموت تحت اي ثمن، لكن لو بيكون مستعد لده وجاهز كمان للي بيحصل. بيكون في تعويذه تانيه كمان محضرها للوحش من وراه واللي بتسبب درجه حرجه للوحش. بما انها من عنصر مظلم فزادت بنسبه 80% عن اي هجوم كان موجود قبل كده. بيكون تيان مذهول جدا من لاو، وده لان يقدر بضربه واحده يحقق ازيد من 1000 ضرر. بيشجع تيان لاو بعدها وبيقول له اكيد فئه الرحال هتتشير بسببك. بيفكر لو لو يقابل اصحابه اللي كانوا موجودين في حياته اللي قبل كده هيكونوا هو مجموعه في القاره بالكامل. بس خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في المستقبل اصلا. بص يا لو كده ده شكل فيه خيمه تحت، هو ده التحدي الاخير، وده لان المكان ده موطن ل100 من نخبه الخنازير البريه. ومهمتنا الوحيده هي انقاذ العفاريت المحاصره في الخيمه وان احنا نوصلهم بامان لغايه نهايه الطريق. وبالشكل ده هنكون قفلنا المستوى ده بالكامل. احنا عدينا ساعتين و3 دقايق يا لاو، ولو فضلنا على الشكل دوت هنقدر نحطم الرقم
الرقم القياسي. ايه رايك يا تيان لو نخش تحدي مثير مع بعض؟ ده اللي هو ازاي يعني يا لاو؟ او مره واحده لو بيرمي تيان من فوق الجبل، او بيقول له ايه رايك لو تروح انت الاول، او تيان بيكون بيعيط يعني من اللي بيعملوا فيه لاو. او بينتقل بينا المشهد بعدها لجوه الخيمه، او بيكون الحارس نايم حرفيا، او بيكون تيان في الوقت ده طاير على الخيمه حرفيا، او بيخرم الخيمه وكمان بيخرم الوحش. او لسه حبه البسله دي بتكلم تيان وتقول له والنبي انقذني، بتلاقي تيان خطفها وما خلاهاش حتى تكمل كلامها. او تيان بيطبق مبدأ الجري كل الجدعانه يابا، او بيكون كل الوحوش اللي في المعسكر بتجري وراه حرفيا. او تيان بيحس ان لو عمل فيه كده عشان يقتله اصلا، او مره واحده لو بيفعل جدار الجليد، او اللي بيفصل بالكامل ما بين تيان والوحوش اللي بتجري وراه. خد بالك يا تيان من حبه البسله اللي معاك وانا هتعامل معاهم. بيحس تيان بعدها ان لو مجنون عشان عايز يواجه كل الوحوش دي لوحده. او بيقرر تيان انه يمشي ورا لاو، او ده لانه مش قادر يسيبه في الموقف ده لوحده. او بنشوف ان في جيش جرار بيجري ورا لاو. كويس ان انتوا اتجمعتوا مع بعض. او بيغير لو وضع السلاح بعدها المدفع الرشاش، او بيجهز بعدها النيران المدفعيه بتاعته. او بيقرر لو ان هو يضرب النار وهو بينط في الهواء، وده عشان يستخدم الارتداد ويبعد عن المكان اللي هو كان موجود فيه. هو فعلا بيقدر يظهر ورا الوحوش كلهم. او بعدين يا لو هنعمل ايه وهنخرج من هنا ازاي؟ او بيغير لو السلاح بعدها العصا الساحر. او بيقول له اتفرج بقى على الشغل بتاعي. او بيستخدم لو بعدها تعويذه مجال الفراغ، واللي بيكون شكلها مرعب حرفيا. او بيكون مجالها واسع جدا وبيأثر في اغلبيه الوحوش اللي موجوده. يا ترى لو هتعمل ايه؟ مجال الفراغ بيفضل 4 ثواني بس، او مش هتقدر تستخدمه غير بعد 15 ثانيه كامله. او مجرد ما يتبدد مجال الفراغ الوحوش دي كلها هتهجم علينا. او بيبان على تيان ان هو قلقان جدا. او بيستخدم لو بعدها الرصاصه السحريه. او بيكون مجهز اكتر من واحده كمان. او تيان بيكون مرعوب لان لو بيستخدم تعويذه عبيطه اصلا، مش بيكون عارف ان لو بيعمل ده عشان يفعل اصلا المهارات السلبيه بتاعته. او بيقول له لو ما تقلقش انا عارف انا بعمل ايه كويس. او بسبب اللي بيحصل ده بيتم تنشيط المجال الفراغ السلبي، وتعويذ مجال الفراغ السلبيه بتطحن في الوحوش حرفيا. او بيكون تيان مصدوم جدا لان تعويذ الفراغ دي ظهرت من ولا حاجه حرفيا. او بيشرح لنا لو بعدها ان مهاره مجال الفراغ بتتمتع بفتره تباطؤ طويله قوي، او تكلفه المنى بتاعتها عاليه، وده الشخص العادي ممكن يلقيها مره واحده بس، لكن بما انه فعلها بشكل سلبي بتبقى تكلفه المنى بتاعتها صفر حرفيا. وكمان ممكن يلقيها بشكل متعدد، او بالشكل ده يقدر يعوض الضرر بشكل كبير. او بالشكل ده بيقدر لو انه يقضي على كل الوحوش اللي موجوده. تهانينا الى لاو لتسجيل رقم قياسي جديد في الارض الرطبه تم الانتهاء منها في ساعتين و14 دقيقه. متوسط مستوى الفريق هو 24 ويحتل المركز الاول حاليا. او بيكون الكل مصدوم جدا بسبب الاعلان اللي بيسمعوه، وده ان هو تيان ولو قدروا ان هم يحققوا رقم قياسي جديد جدا، وان هم تفوقوا على الرقم القياسي السابق ب 37 دقيقه كامله. تهانينا لقد تم ايقاظ الضوء المتدفق للمظله ذات الالف شفره بنجاح بواسطه دماء الزعيم المستوى 29. لقد تم الان تحرير ختمها بالكامل مما اطلق العلم لنسبه 100% من خصائصها. تهانينا على تطهير الاراضي الرطبه بسلاسه. منذ ان قمت بتحطيم سجل زنزانه تم ترقيه مكافآتك، وبما انك بتحمل فئه مخفيه تم ترقيه مكافآتك بشكل اكبر. تم تصنيف هذا الوضع على انه في المستوى SS، ولقد حصلت على صندوق كنز ماسي. لقد فتحت صندوق الكنز الماسي. تهانينا لقد استلمت قطعه نادره من عباءه فانتوم. وبيعرض له بعدها احصائيات العبايه، واللي بتكون نقاط الدرع بتاعتها 20 والقوه 10 وكمان خفه الحركه 12 والمتانه 40 ومستواها 65. والتاثير الخاص بيها بتنشط نموذج مهاره وهميه، واللي بيخلي المستخدم يخش في حاله شبح، واللي كمان بيقدر يتجاهل التضاريس. اوتيان بيكون مبسوط جدا بسبب المكافاه اللي حصل عليها، واللي بتكون واقع كتف نادر جدا من المستوى ال 35. بيكون تيان مصدوم جدا بسبب المكافاه اللي طلعت للاو، وده لان لو باعها في المزاد هتجيب له على الاقل 50 مليون، وان مش اي حد اصلا بيطلع له الجايزه ديت. او بتتكلم البسله بعدها وبتشكر لاو وتيان، وبتقول لهم ان هي كشفت بالصدفه عن اتصال سري ما بين الوحوش ديت وبين الموتى الاحياء. او بتقول لهم حبه البسله ان هي سجلت كل حاجه في رساله، وبتديهم الاحداثات اللي دفنت فيها الرساله، او بتطلب منهم ان هم يساعدوها ان هو ينهي المهمه ديت. او بتوضحهم حبه البسله وبتقول لهم شكرا انا رايح ارتاح دلوقتي. يا لو ازاي الناس اللي قبل كده ما خدتش بالها من المهمه المخفيه ديت. او بيعرفوا لو ان لازم عشان المهمه دي تتفعل لازم يخرجوا حبه البسله دي في 10 دقايق بالظبط، وان ده هيكون مستحيل لو استخدموا الطرق العاديه. عشان كده المهمه دي ما ظهرتش لاي حد قبلهم. شكلنا وقعنا في مشكله يا تيان، وده ان المكان بتاع المهمه دي هي مرتفعات رازو، ومستوانا الحالي مش كفايه عشان نروح هناك، وعشان كده لازم نعلي مستوانا الاول. ما تقلقش يا لاو انا هقدر ارفع مستواي بسرعه، ما تستعجلش قوي كده يا تيان، في مكان لازم اوريهولك الاول. او بينتقل بينا المشهد بعدها في انفجار كبير، او بيكون تيان بيحاول يكسر حته من الجبل زي ما قال له لاو. او بيكون تيان مستغرب جدا ان في فعلا كهف زي ما قالوا لاو في الحته ديت. او بيصدم تيان جدا من اللي بيشوفه. انا مش متخيل يا لاو انك عارف مكان مسبح، انا كنت بشوف صوره بس في الكتب، وده ان المسبح بيسمح للمستيقظين ان هم يتعلموا مهنه لفئه تانيه في السر. او ما كنتش متخيل ان المورد الثمين ده ممكن نحصل عليه في المستوى ال
26 ابدا. هو بيقولوا لو ان المكان ده عرفه من خريطه قبل كده، لكن الحقيقه لو كان حافظ المكان ده من حياته السابقه. هو بيكون تيام متاثر جدا بسبب اللي بيعمله معاه لاو. بطل دراما يا تيان وشغل المسبح وشوف المهاره اللي انت هتاخدها دلوقتي ايه. هو بيبتدي تيان فعلا ان هو ينشط المسبح، وبتبتدي طاقه المسبح انها تاثر على تيان. هو بيكتسب تيان بعدها مهاره انفجار الغضب. هو بيكون شكلها قوي جدا. هو بيعرف تيان لو بعدها المهاره اللي خدها. هو بما انه سياف اصلا في فئه روح السيف، بتكون قوته زادت بشكل كبير جدا. انا متحمس جدا يا لو للمهاره اللي انت هتتعلمها. هو بيكون لو محتار المهاره للمسبح هيخليه يتعلمها. واول ما لو بيحط ايده على المسبح بيتصدم من اللي بيحصل له حرفيا، نظرا لانك ساحر فقد اتقنت بالفعل جميع مهارات التقدم الاولى. يمكنك اختيار تعلم احدى المهارات التقدم الثانيه من اي فصل دراسي، وتشمل المهارات المتوفره حاليا على علامه الموت وضربه التقسيم الجبال والانفجار الكمي واباده الثقب الاسود. او بيقرر لو بعدها ان هو يختار مهاره الانفجار الكمي، وده ان دي مهاره ضرر متنوع. تهانينا لقد تعلمت من نجاح الانفجار الكمي ليفل 1. او بنشوف بعدها محتويات المهاره، وهو بيطلق قنبله كميه خفيفه على العدو مما يسبب ضرر خفيفه في دائره نصف قطرها 10 امتار، واللي بيكون عندها فرصه انها تكهرب العدو. وكمان بيسمح لك انك تتحكم في موقع الانتشار داخل الدائره نصف قطرها 100 متر، ووقت تهدئه المهاره هي 20 ثانيه. او بالشكل ده مهارات لو ما بقاش عندها اي نقطه عمياء اصلا. او بينتقل بينا المشهد بعدها لورشه الحداده. او بيسالوا جينج انت عايز ايه المره دي يا لاو. او بيعرفوا لاو ان هو محتاج السندات بتاعه كمان الفرن، وده عشان يستخدمهم شويه وعشان يسرع من مستوى الخبره بتاعته للمستوى المتوسط قبل ما يخش امتحان القبول الخاص بيه. او بيصدم جينج جدا انه بيعرف ان لاو لسه طالب في الاكاديميه. بس استنى يا لاو، ده فاضل بس 4 ايام على الامتحان دوت عشان تقدر تنتقل في الحداده للمستوى المتوسط. انت محتاج 10000 نقطه خبره. انت لو مش معاك 4 ايام، لا ده انت لو معاك 40 يوم مش هتقدر تعملها. او بينتقل بينا المشهد بعدها لاو، او بيكون واقف قدامه عميد اكاديميه جينج تشينج. او بيقول له افتكرتك ان انت مش تيجي الاختبار. او دلوقتي يا لاو سيبنا اشرح لك التفاصيل بتاعه الاختبار اللي انت هتاخدها. خد بالك ان الاختبار هيعقد في الصاله الرياضيه الخاصه بمدينه هانو، وهيحضر 400,000 طالب بالكامل. بس احنا ليه هنروح المدينه دي عشان خاطر الاختبار؟ بص يا لاو، المدينه بتاعتنا صغيره او مش هتكون مهيئه على اختبار زي دوت. خد بالك يا لاو ان الاختبار ده مش هيكون سهل، لان هيكون فيه 4 زعماء لازم تهزم منهم 2 على الاقل عشان تقدر تنجح. والزنزانه دي تم التعديل عليها عشان ما يكونش فيه اي عقوبات للموت، لكن قصاد كده كل شخص يقدر يختبرها المره واحده بس. والاختبار المره دي مش هيكون سهل ابدا. او بالمناسبه يا لاو انا عامل لك مفاجاه هتعجبك. او بيكون لو مصدوم من اللي بيشوفه حرفيا، وده لانه لا قدامه كل المديرين بتوع الاكاديميات اللي موجوده في المنطقه. او بيحس ان هو داخل على حاجه مش فاهمها. انا عايز الكل ينتبه لي عشان في اعلان مهم لازم تعرفوه دلوقتي، وان بعد العديد من المناقشات رفعت المستوى باكاديميه جينج تشينج الجديده، قررنا بالاجماع منح لاو لقب المدير الفخري. وبيغيظ الطلاب كلهم بيدعموا قرار الاكاديميه بالكامل. اما بقى بالنسبه للاو فبيكون مصدوم حرفيا، وهو ازاي الاكاديميه والمنظمه بالكامل خليته رئيس فخري وهو اصلا مجرد طالب في الصف الثالث. او يبتدي المديرين اللي هم يهنوا لاو، او بيقولوا ما تنساناش بس يا لاو لما مستوياتك تبقى عاليه، وان الاكاديميه جينج تشينج هتكون منزلك للابد. او بيكون لاو فخور جدا بسبب مركزه الجديد، او بيحس قد ايه الاكاديميه بتدعمه. او بالمناسبه يا لاو المكان اللي انت اصلا اتخليت عنه، قررت الاكاديميه ان هي تديه لوا جينج. او بتبتدي البت انها تشغل كل وظائف الانوثه عندها. او بتسال لاو بعدها عن افضل 10 جامعات هو هيتقدم لها، بس على مين يابا البطل بتاعنا ولا لوفي في زمنه. او بيخش بعدها صاحبه هيونج في الكلام، او بيقول له بما انك مش فاهم فاسمح لي ان انا اوضح لك. الموزه دي معجبه بيك يا صديقي، وعشان كده هي عايزه تروح معاك نفس الجامعه اللي انت رايحها. ما دام شكلك فاضي كده يا هيونج اكيد قريت الدليل اللي انا سبته لك قبل كده صح؟ لا والله العظيم قريته كله والنبي. او بيتقدم لاو بعدها ناحيه لوا جينج، وفي نفس الوقت ده بيرن تليفون لاو. او بيقول له انا وو تشينج لي عضو اللجنه الدائمه لاتحاد اداره مدينه تنهاي. او بينتقل بينا المشهد بعدها ليوم اختبار القبول واللي موجود في مدينه هانو. او بنشوف ان لاو وهيونج موجودين في الاتوبيس بتاعهم دلوقتي. او بيحاول هيونج ان هو يقنع لاو بالبت اللي كانت موجوده الملزقه قبل كده دي. او بيكون لاو مستغرب ان نائب الرئيس التنفيذي بجامعه مولينج متورط في الحادثه بتاعه دينج، لكن بيفتكر بعدها الراجل الغامض اللي قابله قبل كده، والرئيس هو قال للاو انه الشخص ده بيحميه اصلا. او بيحس لاو لولا الشخص الغامض دوت كان زمانه ميت ومدفون اصلا دلوقتي. او في الوقت ده بيكون الاتوبيس وصل لمكان الاختبار، والطلاب بيكونوا مستغربين جدا، وده لان كل ذو المناصب العاليه نزلوا للمكان دوت. او بيجي شخص بعدها وبيقول لهم انتوا كمان جايين تاخدوا الاماكن بتاعه الاتوبيسات بتاعتنا، بعد اذنكم اي عربيات خاصه بيكم تخرج من المكان فورا. وده لان مساحات الانتظار اللي موجوده بتتقسم على حسب درجه الاكاديميه. او بيكون الشخص دوت هو جوليان رئيس اتحاد اداره مدينه هانو. او بيكون اللي وراه ده رئيس الشؤون الاكاديميه الخاصه باكاديميه هانو، والاكاديميه دي بتكون في المركز الاول بالنسبه للمنطقه بتاعتها. او بيكون الاثنين دول متعصبين جدا من الاكاديميات اللي جايه لان هم حاسين ان هم مستواهم اعلى منهم، وان مستوى الاكاديميات دي
منخفض جدا بالنسبه لهم، والمديرين بيكونوا حاسين ان اسلوبهم ده اصلا مستفز جدا. هو بيجي بعدها الزعيم وهو عضو اللجنه الدائمه في اتحاد الاداره، هو بيقول لهم شكل النشاط باين عليكم كلكم. هو بيبتدي جوليان دلوقتي ان هو يتمحلس للزعيم هو بيقول له اصبر ثانيه بس وانا اخلي كل المناصب العليا تيجي عشان تستقبل حضرتك. لكن الزعيم هو بيقول له انا مش جاي هنا عشان حاجه، انا جاي عشان مساله شخصيه خاصه بيا، وعشان كده مش محتاج لاي اجراءات رسميه معايا. هو بيسلم بعدها الزعيم هو على مدير اكاديميه جينج تشينج، هو بيسالوا بعدها على لاو، والاثنين التانيين بيكونوا حاسين ان في مصيبه هتجيلهم حرفيا. وبعدها الاثنين العبط دول بيجيبوا ورا بسبب موقف الزعيم هو بيقرروا ان هم يسيبوا الموقف دوت لاكاديميه جينج. هو بيكون الزعيم هو معجب جدا باللاو، هو كل اللي حققه في الفتره اللي فاتت. هو بيقول للاو ده اعتذار من جامعه مولينج، اتمنى انك تقبله. هو بيستغرب جدا مديرين الاكاديميه ايه اللي يخلي اكاديميه زي اكاديميه مولينج المصنفه ضمن اعلى 10 جامعات على المستوى الوطني ان هم يعتذروا للاو. انا عايزك تشكرهم لي جدا على الهديه ديت. ماشي يا لاو، انا هنقل رسالتك ليهم. هو بيكون المدير له مذهول جدا من اللي بيعرفوا يعملوا لاو، او انه ازاي عارف شخصيه زي الرئيس هو بيحس ان في مفاجآت تانية هيحضرها له لو هو لسه ما يعرفهاش. بننتقل بعدها لمركز مراقبه الاختبار، او بنلاقي ان مراقبين الاختبار بيتكلموا عن اللي حصل الصبح مع اكاديميه هانو والاكاديميات اللي جايه من بره. بقول لكم ايه، بطلوا دردشه وبصوا الطلاب جم. بيحاول جوليان بعدها ان هو ينرفز المدير اللي هو شفت ازاي بقى ان اعلى 300 طالب في الترتيب هم من ضمن الطلاب بتوعنا، ايه فايده ان انت عندك طلاب كتير ولا واحد فيهم مميز اصلا. او بنشوف بعدها ان في واحد من اكاديميه هانو واللي في المركز الثاني واللي بيكون اسمه ماشاو وعنده 18 سنه والتصنيف بتاعه ساحر مقاتل في المستوى ال 15 والموهبه بتاعته ازاله القوه ب5 مستويات. او بيكون جوليان مصدوم جدا من النتيجه دي، واذا كان ماشاو في المركز الثاني امال مين اللي في المركز الاول؟ ده انت هتطرقع لكم النهارده. وهوبا بقى حبيبنا لو في المركز الاول ده كمان واخد تقييم من المرتبه اس مش زي التاني اللي واخد A+. عاش يا ابني والله. او من كتر الصدمه بيحس جوليان ان في حاجه غلط وبيعترض على النتائج ديت. او بيفضل جوليان بعدها يزعق في المكان ويقول له ازاي ياخد تقييم من المستوى اس وفوق كل ده الفئه بتاعته اصلا رحاله، زائد ان موهبه الايقاظ بتاعته اصلا مجهوله. عشان كده بقى يا سيد لو انت كنت قاعد هادي ليك حق، ما انت معاك عبقري مش شايف حد قدامه. الظاهر ان اكاديميه هانو بتاعتنا مش هتكسب البطوله المره دي زي كل سنه. او بنروح بعدها لموقع الاختبار. ايها المرشحين برجاء الانتباه اللي ميالي بشان الاختبار. نظام الاختبار هي من المستوى ال20، او بيتكون الاختبار بالكامل من 4 زعماء ولازم تهزم 2 منهم عشان تكون نجحت على الاقل. او بيقرر الاول ان هو يظهر كل قوته الحقيقيه، وده ان الاختبار ده هيبين له امكانياته الحقيقيه ومستقبله، وعشان كده هو مش هيخبي اي حاجه من قوته اصلا. او بيتمنى لو ان هو ما يقعش في مشكله تانية زي ما حصل مع اكاديميه مولينج، لان لولا مساعده الراجل الغامض ده كان زمانه دلوقتي في مشكله مش قادر يخرج منها، وعشان خاطر السبب دوت لازم يقدر يحمي نفسه ويكون قوي جدا. واخيرا جه الوقت اللي هاخد فيه التعزيز الاساسي الخاص بالزنزانه. رغم امكانيه التعزيز اللي انا ممكن اخدها بعد ما اخلص الدنجوان، لكن مع الاسف ده بيكون تعزيز من المستوى الادنى، او ممكن اخد تعزيز واحد بس مهما كانت عدد المرات اللي انا خلصت فيها اصلا الدنجوان. وحتى لو خلصت كذا دنجوان هو تعزيز واحد بس اللي اقدر اتحكم فيه واضيفه لنفسي. ولحسن الحظ انا عملت تحديث لجميع التعزيزات في مدينه جيانج، وده بيسمح لي ويديني اختيارات كتيره جدا. او بيختار بعدها التعزيز الاساسي من نوع التقييم الاساسي تهنئا لنجاحك في اعداد المعموديه الاساسيه. التقييم الاساسي هذا التعزيز يرفع بشكل دائم جميع خصائصك بمقدار 5 نقاط، كما يرفع ايضا سرعه الهجوم بمعدل 5% وسرعه الحركه بمعدل 5%. تم تحديث معلوماتك الشخصيه. او بيعرض لو بعدها نفذت الاحصائيات بتاعته، او بيكون باين على لو ان هو اتحول بالكامل حرفيا بسبب الاحصائيات بتاعته وكمان المعدات اللي بتزود في الاحصائيات. او بتصدم كل الجمهور اللي بره، وده لان لو غير من الاحصائيات بتاعته بسبب التعزيز او سبب دوت التقييم بتاعه بقى 3 وان هو اول طالب في الدوله ياخد التقييم دوت. او بيكون الكل مصدوم لان لو اصلا كان بيكبح قوته مورو وجان، والمدينه دي كانت معروفه قبل كده بمدينه المعجزات، وهي كمان مجمع للتكنولوجيا الفائقه، لكن مع الاسف هي دلوقتي ملوثه بالاشعاع، وده اللي خلفته الوحوش المتحوله وكمان الالات اللي خرجت عن السيطره. او بينتقل لو للمكان دوت وبيكون هو ده بدايه الامتحان. وبيوصل لو بعدها المدخل مورو وجان. او بتكون مستويات الوحوش من المستوى 18 للمستوى 24. في نهايه الرحله دي اللي على شكل حلقه هيكون الزعيم النهائي، والسلم مليان فئران بحجم الذئاب اصلا. شكل الامتحان المره دي مش هيكون سهل. وبيبتدي فارين بعدها ان هم يهجموا على لاو، اما لاو بقى بيسيبهم وينط حرفيا. او بيطلب من النظام ان هو يكسر مصدر المعدات بتاعته، او بيعمل النظام كده فعلا. او بيوصل لاو للقاع بعدها مباشره من غير حتى ما يواجه اي وحش على السلم. او بيلاقي لاو ان في ماده غريبه قاعده تتشكل قدامه. اخيرا شوفنا بعض تاني. او بيكون ده هو طين اللزج، وحش من المستوى ال20، وده لانه واحد من وحوش النخبه. او بيغير لاو بعدها شكل السلاح، او بيستدعي على
على شكل مسدس الجدالين، او بيكون وحش النخبه ده مستواه عالي جدا، وده لانه اعلى من اي وحش اصلا في شكله بمستويين كاملين. لكن سمات له الاساسيه دلوقتي ازيد بنسبه 50%، وده طبعا من ناحيه الضرر الاضافي، او بيفتح له عليه النار في لحظه، والاضرار بتنزل على دماغ الوحش حرفيا، والوحش حرفيا ما بيستحملش كميه الاضرار اللي بتنزل عليه. ومع السلامه يا ابو الوحوش وسكه السلامه معاك. بينتقل بينا المشهد بعدها لداخل قاعه المراقبين، او بيتكلم واحد منهم وبيقول لهم ان احنا لازم نراقبهم عشان نقيمهم بشكل سليم، وده لان العامل الحاسم الحقيقي في الاختبار هو ادائهم في العالم السري. او بيبتدي المراقب دوت ان هو يشوف لو فين بالظبط، او بيكون مصدوم حرفيا لان لو قدر يقضي على الوحش النخبه بسرعه، او يكون مش مصدق نفسه لدرجه ان هو ابتدى يحس انه بيهلوس، او مش قادرين يصدقوا ازاي لو قدر يوصل للمستوى ده في دقيقتين بس. ومع الاسف هم بيتفرجوا لايف يعني مفيش اعاده، وعشان كده لازم ينتبهوا ليه في المرحله اللي جايه. وبنشوف على الشاشه ان لاو بيواجه مجموعه كبيره من الرجال الآليين. انت ايه رايك؟ انت مش حاسس ان لاو ده مغرور شويه؟ ده صحيح لان الروبوتات دي مش روبوتات عاديه، وكمان الهجوم بتاعها هجوم متفجر، ما اعتقدش انه يقدر يعمل حاجه وهو في المستوى ال20 بس. او بيحس المراقبين ان لاو متهور جدا حتى لو كان التقييم بتاعه 3 اس بس. على مين يابا؟ لاو بيكون مبدع ومفيش اي حد عارف يوقفه، او من كتر سرعته الانفجارات دي اصلا ما بتقربش منه، او بيكون كل الناس مصدومين حرفيا من اللي بيعمله لاو وسرعته الكبيره، وان مفيش ولا حتى قنبله واحده قدرت انها تلمسه. او بتصدم واحد منهم بشده، وده لان لاو بيجري على نهايه الممر واللي هيواجه فيه الزعيم رقم 2، وحاسين ان لاو مجنون حرفيا، وده لان بيجري وراه مجموعه من الروبوتات المتفجره، وبالشكل ده يتم الهجوم عليه من الزعيم وكمان من الخلف من الروبوتات. وبيكون المدير له قلقان جدا على لاو، او مش عارف لاو مخطط لايه بالظبط. او بنروح بعدها لاو اللي فيه جيش حرفيا بيجري وراه. ده انت لو في ايام روبوت يا عم مش هيمشي وراكوا كده. وبنشوف بعدها مكان زعيم الوحوش، وبيكون الوحش عنكبوت آلي، وحش من المستوى ال20 من النوع النخبه النادره. واول ما بيوصل الجيش ورا لاو بينط لاو بسرعه ناحيه الزعيم، او بيكون الوحش الزعيم بيحضر لهجوم شحن الكهرباء، او بيكون لاو وصل فيه في نفس اللحظه، والآليين بيكونوا بيرموا قنابل في نفس اللحظه دي على لاو. بيغير لاو بعدها السلاح بتاعه لطاقم السحر، وجه الوقت عشان تشوفوا هعمل فيكوا ايه. بيستخدم لاو بعدها مهارة الانتقال، او بيبدل لاو جسمه مع واحد من الآليين اللي موجودين، او بيستخدم بعدها مهارة سحق الجبال الحديدية. بعد ما ظهر ورا الآليين بيرميهم كلهم، او الآليين كلهم بيتزقوا على الوحش الزعيم وسط القنابل والهجوم الكهربي بتاع الزعيم كمان. او بيحصل انفجار كبير جدا بسبب الكهرباء وهجوم القنابل، او بيكون كل الآليين وكمان الزعيم تمت هزيمتهم بالكامل، يعني حرفيا ما خدوش في ايده غلوة. او بيكون المراقبين معجبين جدا بدماغ لاو، وده لانه بمجرد ما استخدم مهارتين عاديين قدر يخلي الوحش الزعيم وكمان كل الآليين اللي بيجروا وراه يدمروا نفسهم بنفسهم، وحاسين ان المستقبل لو ملهوش حدود. او بيقترح بعدها جوليان ان الشاشه اللي بيتفرجوا عليها دي صغيره، وعشان كده خلوا الشاشه الرئيسيه تعرض اللي بيعمله لاو. او فعلا بيوافق الاغلبيه على الطلب دوت، بس مش كل الناس بتكون مبسوطه بالقرار دوت، عشان عايزين الجامعه الرئيسيه بتاعتهم تكون هي اللي واخده الشاشه الرئيسيه. او بيكون واحد من المراقبين تبع كليه هانو متعصب جدا. ماشي يا لو، لما نشوف دلوقتي تحت مراقبه كل المعلمين دول هتقدر تعمل ايه؟ وشكل الشخص ده مستني اي غلطه لاو. او بنشوف بعدها ان لو وصل لوحش النخبه اللي بعديه، واللي بيكون قاصف الحشود في المستوى ال22، واللي بيكون واحد من قائد النخبه للالات. واخيرا وصلت لهنا، لو قدرت اتغلب على الوحش دوت هقدر اخش واحده من افضل 10 جامعات. او بنفهم ان الوحش ده ليه اسم تاني، وهو حارس بوابات افضل 10 جامعات، وده بسبب هاله المهارات الغير طبيعيه اللي بتكون موجوده حواليه، واللي بيكون اسمها هاله الهرم، واللي بتديله دفعه دوريه بيتم تفريغها كل 5 ثواني، واللي بتزود الضرر الجسدي بنسبه 5% للاعداء اللي موجودين في نص قطرها 50 متر. وده معناه ان في دقيقه واحده بس هيتعرض الاعداء لضرر جسدي نسبته 60%، واللي هيزود بشكل كبير جدا من احتمال الموت المفاجئ. او بيغير له بعدها السلاح بتاعه للرمح، او بيجري بكل سرعته على الوحش، او بيبتدي ان هو يهاجمه بكل قوته. عاش يا ابني والله. او بيدي الوحش واحده مهاره الانزلاق، ادي يا ابني ولا يهمك. فاكرينه هيسكت على كده؟ لا. او بيمسك بعدها لو الوحش من ظهره، او بيكون لو عايز يستخدم مهاره السوبليكس عليه. او بيكون كل المراقبين مستغربين ازاي لو عايز يستخدم السوبليكس على وحده بالتقل دوت. وبيبتدي واحد من مراقبين جامعه هانو انه يتريق على لاو، بس بيجي واحد من ورا بيبصوا، لا بصوا على حاله جسمه شكلها عامل ازاي. وان ده بيبان على لاو ان هو مش متاثر اصلا بهاله الهرم. او بيكون الكل متفاجئ ان الهاله دي اصلا مش بتاثر على لاو. وفي واحد من المراقبين بتيجي فكره مرعبه جدا على دماغه، وهو ان لاو يستخدم 1/10 من الثانيه من اطار المناعه في نفس اللحظه اللي بيتم فيها اطلاق هاله الهرم. او بالشكل ده ما اثرتش فيه اصلا. او بنفهم
بنفهم من هنا إن في مهارات معينة لما بيتم تنشيطها صاحب المهارة في لحظة معينة بيكون لا يقهر حرفيا، وأيا كانت الضرر أو المهارات اللي بتنزل عليه ما بتعملوش فيه حاجة. وبما إن وقتها قصير جدا فناس كتير مش بتعرف تستفاد منها. أيوة، كل مهنة بتستيقظ هيكون ليها شوية من المهارات ديت، وعشان كده هو اختار فئة الرحالة. أو بنشوف إن الوحش بيبتدي يهجم على لو بسرعة في هجوم طاقة كبير جدا، أو بيستخدم لو بعدها مهارة قناع العقل عشان يقدر يتصدى ليها، أو بتتصادم المهارتين مع بعض. أو بينطلق لو بعدها بكل سرعته، أو بيسدد للوحش أكبر عدد ممكن من الضربات، أو اللي بسببها بيرجع الوحش لورا من كتر الصدمة. أو بيستخدم بعدها الوحش الهالة تاني، وبتكون الهالة المرة دي أقوى من أي مرة، وده لأنها بتزيد مع الوقت. أو بيغير لو بعدها السلاح بتاعه لشكل السيف. أو بيكون المراقبين مصدومين جدا بسبب السلاح بتاع لاو، لأنه سلاح فريد جدا من نوعه، وإن ازاي شخص من المستوى ال20 معاه سلاح بالمنظر دوت، وإنه أكيد مدعوم من حد خبير قوي. أو بيكون كل المراقبين مصدومين جدا بسبب مهارات لاو القتالية، وده لأنه بيقدر يستفيد من مهاراته لأقصى درجة ممكنة، وإنه ما بيتأثرش بهالة الوحش، وده لأنه بيشغل مهاراته في نفس الوقت مع الهالة بالظبط، فبياخد تأثير لا يقهر. وبالشكل ده بيقدر يتجنب الهالة بالكامل. أما الخبراء في المراقبين بيكونوا مصدومين أكتر، لأن هم دلوقتي عرفوا مدى الدقة اللي بيشغل بيها لاو، وعشان كده هو يستحق التصنيف من 3 اس. أو بالشكل ده الاستعدادات كلها انتهت، واعتبر نفسك يا وحش في خبر كان. أو بيفعل لو بعدها مهارات النمط المبهر، أو اللي بتهاجم على الوحش بكل سرعة، والوحش بيتغربل حرفيا من الهجومات ديت، وده لأن كل هجوم بيكون أقوى من اللي قبليه بنسبة 10%، يعني صباح فل يا معلم. أو بالشكل ده بيكون لو خلص على الوحش ده بمنتهى البراعة، أو بيكون لو خلص على الزعيم دوت في 24 دقيقة بس، وإن الرقم القياسي السابق كان ساعتين و31 دقيقة. أو بيكون الكل حاسس إن موهبة لو فظيعة جدا. بيتكلم بعدها الرئيس هو، أو بيقول لهم أنا أعتقد إن لو ماشي على طريق خاص بيه، أو ممكن في المستقبل الأسلوب بتاعه ده يتفوق على كل الفئات. الآلة مورنيوري الزعيم النهائي فيه مونرو ريوجين، ده مش بسبب بس إن مستواه 24 وكمية الصحة العالية اللي موجودة فيها، أو كمان دفاعاتها الفيزيائية المذهلة، لا ده أنت كمان بعد المعركة اللي في القاعة الكبرى الخاصة بالزعيم، الممرات الستة المحيطة بيها، هيتم تجديد كل الوحوش اللي كانت موجودة قبل كده باستمرار. وده معناه إن اللي عايز يهزم الوحش النهائي لازم يهزمه وهو بيهزم مجموعة كبيرة جدا من الوحوش اللي موجودة في كل الاتجاهات حواليه، وده لو ما كانش فارس هيغرق من كتر الهجمات اللي هتنزل عليه حرفيا. وده معناه إن كل الوحوش اللي في الزنزانة هتكون بتهاجمه في نفس الوقت، وعشان كده مفيش حد نجح في امتحان القبول بالكلية لغاية دلوقتي، لكن الوضع هيكون مختلف معايا، وإن أنا هقدر أغلبك في خلال دقيقتين وهيكون وقت كافي جدا. أو بيبتدي لو بعدها إن هو يستدعي كمية كبيرة جدا من الوحوش، ودي بتكون استدعاءات خاصة بلاو، أو فعلا المكان كله بيتملي وحوش حرفيا. أو بيبتدي لو بعدها إن هو يعزز نفسه بكل أنواع التعزيزات الممكنة، وأي تعزيز موجود في أي فئة هو بيقدر يستخدمها بيعزز بيها نفسه حالا. أو بيكون المراقبين مستغربين جدا من اللي لو بيعمله، أو بيحاولوا يستنتجوا إن هو بيستخدم الوحوش ديت عشان يسد الممرات اللي هتهاجم منها الوحوش التانية، أو كمان يعزز نفسه عشان يقدر يواجه الزعيم النهائي بسرعة. أو بيبدل شكل السلاح بتاعه بعدها للبندقية، أو بيكون لو دلوقتي في قمة قوته بسبب كمية التعزيزات اللي هو عملها. أو بنشوف إن لو دخل دلوقتي مجال استشعار الوحش النهائي، أو اللي ابتدى يفجر كل حاجة من حواليه حرفيا، ولو هجم عليه بعدها بالبندقية وكان بيخرج منها كمية رصاص فظيعة، وكل هجوم منهم بسبب التعزيز هو هجوم ساحق بيكون قرب أو عدى ال1000 نقطة كاملة. وبيبان على الشاشة بعدها إن لو هزم الزعيم النهائي بالكامل. أو بيروح بينا المشهد في نفس الوقت دوت للتابع ماشاو اللي هو في الترتيب رقم 2 بعد لاو، واللي بيكون تبع كلية هانو. أو بيكون مبسوط لأنه يقدر يهزم الوحش التاني في 30 دقيقة، وإن أغلبية الناس لسه موجودة عند الوحش الأول. أو بالشكل ده هو هيكون الترتيب رقم 1. شكلك يا ابني ما تعرفش اللي فيها. أو بيظهر إعلان بعدها لكل الطلاب إن لو من كلية جيا تشينج نجح في اجتياز الامتحان والحصول على أعلى مرتبة في مقاطعة كاملة الخاصة بالسنة ديت، وإن التحدي دوت خد منه 30 دقيقة، وتم تقييم التصفية ديت على المستوى SSS، وإن السجل ده هو أفضل سجل في التاريخ وهيتم حفظه للأبد. أو يكون مشاو مصدوم جدا حرفيا، وده لأنه مش مصدق إن ممكن بشري يعمل كل ده في 30 دقيقة بس. أو بيكون الطلاب مصدومين جدا من كلية هانوا خسرت، وإن مش هي اللي موجودة في الترتيب الأول. أو من كتر صدمة الطالب دوت ما بيقدرش حتى إنه ياخد باله من القنابل اللي وراه. أما الصاروخ بتاعتنا بتكون بتحارب الآليين في الوقت دوت. أو بتكون مبسوطة جدا عشان لو متحمسة على الآخر، أو بتحاول تبذل كل جهدها عشان تقدر توصل ليه في المستوى، يعني ما تفهمونيش غلط. وهيونج بيكون مبسوط جدا بسبب إن لو خد المركز الأول، أو بسبب دوت الطلاب بتوع الجامعة بتاعتهم معنوياتهم هترتفع جدا. أو بيكون الجمهور اللي بره معجب جدا بلو حرفيا وبإمكانياته اللي محدش شافها قبل كده. يا سيادة المدير في خبر وحش عايز أقوله لك، تم استبعاد طلاب كتيرة جدا من الجامعة بتاعتنا، وده لأن هم ما انتبهوش بسبب الإشعارات اللي ظهرت بسبب إن لو كسب، وعشان كده خسروا على إيد الوحوش. أو بيكون مدير كلية هانو متعصب جدا بسبب دوت. هو بس ما خسرش المركز الأول، لا ده يعتبر لو علم عليه هو وكل الطلاب بتوعه. أو بيقف بعدها الزعيم أو بيبتدي يشجع بعدها لو اللي عمله، وإن موهبته تستحق
يستحق فعلا. هو بيقول بينه وبين نفسه هو فعلا يستحق ان الكبار اللي موجودين في الجمعيه يدعموه في السر. الظاهر كليه جيا تشينج علمت عليكم، يلا يلا بتاع كليه هانو. حتى مدير كليه جيا تشينج ابتدى ينفش ريشه على الناس كلها. طبعا يا عم هو انت مين قدك؟ بيقول لهم لو بعدها نظرا للتصميم الخاص للعالم السري لامتحان القبول كان مجال رؤيه الزعيم النهائي محدود، وده اللي اداني الوقت ان انا اكون عندي استعدادات كافيه، بس ما انصحكش انك تعمل ده في الوضع الطبيعي. تهانينا على اجتياز جين وميرجان بنجاح نظرا لان تقييم التصفيه وصل لمستوى اس وحطم افضل رقم قياسي. تتم زياده مكافاه التصفيه الخاصه بك بمقدار مستوى واحد نظرا لانك ملقي تعويذ. سيتم ايضا زياده مكافآت اجتياز المستوى بمقدار مستوى واحد. تم الحصول على اجمالي 183,933 الف نقطه خبره في هذا العالم السري، وتم منح صندوق الكنز الماسي. هو بيكون له مبسوط بسبب الكنز دوت، وده لانه كنز مميز جدا ولانها تعتبر جايزه خاصه جدا. مبروك حصولك على الرتبه اس. كتاب المهاره المبتدئ، سرعه هجوم عاليه المستوى. هو بيحس له ان هو محظوظ جدا عشان ياخد كتاب مهارات من المستوى اس. هو بيكون له فرحان بسبب ان القيود الموجوده عنده ما يقدرش يتعلم المهارات من الاكاديميات، لكن هو دلوقتي معاه كتاب مهارات كسبه في البريه حرفيا، وعشان كده تعتبر مساعده كبيره جدا بالنسبه له في الوقت الحالي. وان الكتاب ده حرفيا هيخليه ينتقل لمستوى تاني خالص. هو بيشرح لنا لو بعدها حاجه اسمها التاثير الشامل، وان كل الرشاقه ما زادت عنده هتقل النسبه اللي بتزيد بيها سرعه الهجوم، وعشان كده الكتاب المهارات دوت اللي بيزود سرعه الهجوم مميز جدا بالنسبه له في الوقت الحالي. تهانينا على تعلم المهاره السلبيه بنجاح. يمكن ان تزيد سرعه الهجوم الاساسيه من سرعه الهجوم بنسبه 15%، وتزيد سرعه الهجوم الحاليه بنسبه 32% و8 ولو بيكون فرحان جدا بالانجاز دوت لان سرعته في الوقت الحالي بتكون طاغيه على اي طالب في نفس مستواه، واعلى كمان من اي حد في متوسط المستوى ال 30. ده معناه ان هو دلوقتي حرفيا لا يقهر في اي حد في مستواه. دلوقتي بقى جه دور المكافاه المخفيه، وانا حسب ما اتذكر ان انا لو مسكت المال المشع ده وقعته على وش الزعيم النهائي ممكن بعدها احصل على قناع خاص. تهانينا على الحصول على العنصر الخفي قناع الجزام. العنصر قناع الجزام بعد ارتداؤه يمكنك التحول الى قزمه في نصف الساعه القادمه، وسوف يتغير طولك ووزنك ايضا. مده الانتظار هي 12 ساعه، يعني اداه تنكر مفيش زيها يابا. بس لغايه هنا بينتهي الجزء بتاع النهارده، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا جدا لكل اللي دعموني.